قوتك كست في اختلافك. قالت لي لا بس انا ما اتمناش ان بنتي تبقى زيك. وفي مع الاسف رجاله اكتر من الستات بتخاف لسه من الستات دي. أهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست 9 من 10. إحنا في العادة بيبقى لينا الوجه اللي ظاهر قدام الناس اللي الناس بتشوفنا بيه، لكن في الحقيقة في صورة تانية لينا خلف الصورة دي، وما بين الصورتين في مسافة. المسافة دي دايما بيبقى ليها سؤال: أنت أو أنتي مين؟ والنهاردة احنا جايبين او مستضيفين اللي هتجاوبنا على السؤال ده، واتمنى ان احنا نطلع منه باجابة. عايدة، انا مبسوط ازاي؟ انك معانا. سي محمد انا اكتر. اول سؤال هسأله لك امم مش انت مين، ماشي. عرفينا بنفسك امم بالطريقة اللي تحبي الناس تعرفك بيها. سؤال حلو قوي، لان دايما لما الناس بتسالني عرفي نفسك لازم اعرف نفسي بالطريقه التقليديه. مم. بس عجبني السؤال منك ان مم. بطريقتي، اشكرك. فخليني بقى اقول لك بطريقتي انا مين. ايوه. انا لما احب اعرف نفسي احب اعرف نفسي اني امراه مم. عربيه. مم. اوكي، اتربيت الحمد لله في عيله متساويه. مم. دي كانت نعمه من عند ربنا، دايما اقول كده لان دي حاجه انا ما اخترتهاش، مم. طلعت فيها فدي مم. نعمه. عيله متساويه بتدعمني في كل حاجه بعملها. ولكن كانت كأي عيلة عربية متوقعة مني شوية توقعات، فمع الأسف اضطريت أقضي وقت كتير في حياتي بلبي التوقعات دي من غير ما ناخد بالي. يعني تخرجي من أحسن كلية، روحي ادرسي في أحسن مكان، حاجة معينة عشان ده العادي، وبعدين روحي اشتغلي في أحسن شركة. وفعلا يعني أنا كنت ماشية معاهم بالخطوات مش عشان غصب عني، وأنا كنت عايزة أعمل كده، كنت فاكرة إن ده الحاجة الوحيدة الصح. مم. أم، وابتديت حياتي كأي بنت بتشتغل واعتمدت على نفسها في فترة ما، وبعدين ونجحت. فأنا برضو بالنسبة لي النجاح كان حاجة مهمة قوي. على طول كان عندي معيار عالي في الحياة، أنا عايزة أنجح. لغاية لما وصلت لفترة معينة في حياتي جات لي بقى تساؤلات كتير. هو أنا ليه مش مبسوطة؟ طب أنا ليه مش شبعانة؟ طب أنا عندي كل حاجة، طب أنا أهلي كويسين وأصحابي كويسين وصحتي كويسة وبشتغل وعندي كل، ليه في حاجة ناقصة؟ فمن هنا بقى ابتدت مشوار اعرف نفسي حقيقي بقى اللي هو ليه انا حاسه بكده، وابتدى مشوار ان انا ابني نفسي بطريقتي واكتشف نفسي بطريقتي وافهم انا بحب ايه وما بحبش ايه، و... واوصل لحاجه انا مبسوطه قوي اني وصلت لها النهارده، اللي هي انا مين. اللي هو السؤال الحقيقي بقى، انا مين؟ الست اللي بتحب ايه وبتكره ايه، اللي معيارها ازاي، اللي ما بتتهزش بكلمه يمين وشمال، اللي مش ماشيه حسب ما المجتمع شايف بس ماشيه حسب ما هي شايفه ايه الحاجه المناسبه ليها. فده انا. طيب يا عايدة، لو انا سألتك نفس السؤال ده من 10 سنين فاتوا، امم انت مين؟ اه هتجاوبي بنفس الإجابة دي؟ لا، كنت هأملا لك نفس الجمله دي ب5 ليبلز، يعني 5 مم. القاب مم. وشويه تايتلز اه وكنت هبقى عايزه انسب نفسي لحاجات اكتر ما انا بنسب نفسي لحياتي او لنفسي او للحاجات اللي انا مصدقه فيها. يعني تنسبي نفسك لحاجات، يعني تكوني آه، اللي هو التايتل بتاعك او المنصب بتاعك في بالظبط كده، الشركة صح كذا، كده. وفي الشركة كذا، وفي برافو الشركة عليك، كذا. بالظبط. فانت هنا مش بتنسبي نفسك خالص. لشركات، لا، انت بتنسبي نفسك لنجاحاتك. اه اه لكن انت هنا دلوقتي بعد اه العشر سنين اللي انا بتكلم فيهم، بتنسبي نفسك اكتر لشخصيتك، لكينونتك الأصلية. بالظبط كده. ما بين الاتنين، امم ايه اللي حصل خلاكي تبقي كده؟ حاجات كتير قوي، وحاجات مم. كتير قوي مش كلها سهله، وحاجات كتير قوي ما كانتش واضحه. يعني كنت لازم يعني وحده سافرت بره فسبت مم. اهلي فاتغربت، فابتديت اتساءل هو انا ايه ده، وانا بحب ده، وانا بعمل ده، وانا مؤمنه بده، وانا هعرف اعمل ده. مم. تساؤلات كتير، فكان في غربه، كان في اعتماد على النفس في النص، فشلت كتير. ناس مم. كتير قوي كانت بتنتقدني في طريقتي وفي شخصيتي. في اوقات كتير كنت بحس ان انا مش بنجح في الاماكن اللي انا فيها، فكنت بحس هو انا فاشله. فكان في تساؤلات وفشلت فعلا، يعني في حاجات مم. ما عملتهاش صح. فكان في شويه فشل. كان في نجاحات برضو، فكان مم. في حاجات كتير بنت لي ثقتي بنفسي على مدار السنين دي. مم. وكان في ايمان. دي اهم حاجه في حياتي مم. بصراحه، لان من غير الايمان ما كنتش هعرف اصلا اقف على رجلي واقول انا مين ولا انا مش مين.
كان في لحظات في حياتي اتبنى فيها ايماني الحقيقي مم. اللي اداني المساحه ان انا اقف وبوز كده واخد وقفه مع نفسي واقول هو ايه اللي بيحصل، هو انا بجري فين، هو ده مم. سباق مين، فاهم مم. قصدي ايه، هو يعني ايه نجاح اللي انت مم. بتقول عليه. فكان في كل ده في النص لغايه لما قعدت وقدرت وتمكنت من ان انا اوصل لان النجاح بالنسبه لي زي ما انت بتقول هو مش لا لقب ولا منصب ولا فلوس ولا كل حاجه من الحاجات دي، هي شخصيه، هي طريقه تفكير، هي مايند سيت. هو النجاح انا بشوف ان هو نسبي، ولذلك ما ينفعش انا وانتي يبقى عندنا نفس التقييم بتاع النجاح، والا ما كناش كل واحد نجح بطريقته. صح. انتي قعدتي صياغة آه، او التقييم بتاع النجاح خلال ال10 سنين اللي فاتوا، اه وهل معنى كده انك ما كنتيش ناجحة قبل كده بالتعريف الجديد لا للنجاح؟ كنت ناجحه، بس لما اقعد افكر فيها دلوقتي بالتعريف بتاع النهارده بتعريف النهاردة. لا كنت ناجحه طبعا. عارف ليه؟ لان كان عندي اصرار وكان عندي مم. فضول، انا مم. بالتالي هم دول، والايمان طبعا، الايمان بالنسبه لي رقم واحد، وايمان بربنا دي حاجه، وايمان بالنفس كمان. ما انا كنت هسألك بعد كده فكرة الايمان دي اه قصدك بيها ايه؟ الاثنين، اه ايمان بربنا مم. وايمان بنفسي، ان مم. انا هنا ليه، فاهم قصدي؟ كان عندي دايما السؤال ده، فهو مم. انا هنا ليه دي كانت بتخليني اقول لا انت ليكي سبب تبقي هنا. مم. كنت دايما بدور بقى على السبب ده، مم. يعني انا ليه محطوطه هنا، طب انا ليه بيحصل لي كده، طب انا مم. عندي الفضول ده، وكان عندي اصرار. مفيش حاجه بتحط فيها الا لما كنت اجيب اخرها حتى لو كان مم. ليها علاقه بالشغل. مم. فما كنتش فاهمه الكلام ده من 10 سنين، ما كنتش فاهمه ان انا يعني كنت بعمل كل ده من غير وعي. مم. انا ما كنتش واصله ان انا بعمل ده، انا كنت شغاله اوتو بايلوت زي ما بيقولوا. مم. بس لما وصلت وقعدت اعمل بقى اللي هو نظام الريفلكشن على 10 سنين، قلت انا فهمت ليه انا وصلت للي انا فيه النهارده ده من طريقه التفكير، لان انا كنت دي شخصيتي وكنت بعمل كده مم. بس من غير وعي. وعشان كده انا بحاول دلوقتي اساعد الناس تكونكت كده الدوتس قبل ما تتحط في السباق اللي كانوا بيجروا فيه. انا اجهدت برضو، فاهم قصدي؟ مم. عارفه لما انت بتجري في سباق مش بتاعك، فانت هو انا بوصل لايه؟ هو امتى وقفتي قدام المراية كده فخورة بنفسك؟ امتى وقفت في المرايه فخوره بنفسي؟ دلوقتي ولا بقى قبل كده؟ في الفترة انا بتكلم كل ده اللي هي على 10 العشرة سنين اللي فاتوا دول، انك وقفتي اه انتي انا عايدة. اه لما سافرت وانا صغيره قوي في السن، بعتبر صغيره مم. قوي في السن، اوروبا، مم. وبنيت حياه هناك لوحدي. مم. وانت عارف يعني انت عربي نفسك ومصري، ما كانش ده الحاجه الكومن، يعني يمكن صحيح. دلوقتي بقت اكتر. صحيح. مم. بس حتى دلوقتي لما بيعملوها اكتر تعليميا، فانت مم. رايح في حته معينه في مكان معين. مم. لا انا سبت اهلي وانا عندي 25 سنه في بلد ما بتكلمش اللغه، مم. وكنت لازم اعتمد على نفسي واجيب بيت واعيش، يعني مم. فاهم قصدي؟ فلا دي كانت الفتره اللي بعد ما خلصتها قلت لا مم. برافو عليكي يعني. فيبقى انت هنا عملتي رحلة اه كان فيها obstacles او صعوبات موجودة، اه ولما عديتي الصعوبات دي امم وفي مكان مش سهل على اي حد راجل او ست يعديه، وانت عديتيه وسنك صغير، قلتي برافو عليا بالظبط انا عملت كده. اه يبقى بتعريفك انت، لو انا فهمتك صح، يبقى بعد كل صعوبات كبيرة، مش اللي هي الاب نورمال الغير طبيعية اللي بيمر بيها مش بس ستات، هي بيمر بيها اي حد، امم لان في رجاله كتير ما قدروش مم. على، مش هتكلم الغربه، وحتى لو طلعوا في جروب تلاقي في ناس ما بتقدرش على الغربه، وشفنا ده كتير، امم فيرجعوا بعد كده. انت لا، انت كملتي، اذا مع كل صعوبات كبيره امم عايده لو بتعديها بتبقى فخوره بنفسها. امم معنى كده انك النهارده امم واقفه بتقولي انا فخوره بيا. اه لا النهارده بقولها كتير كمان، عايزه اقول لك مم. يعني بقولها كتير، لان الفرق بين النهارده وبين عايده 10 سنين الوعي. مم. انا ما كنتش واعيه بشخصيتي، كنتش واخد يعني، ما كنتش بقى انا يمكن انا خدتها وقتها مش ان انا قدرت على قد ما انا عملتها، كان اتشيفمنت، يعني كان تحقيق حاجه اكتر ما هو كان acknowledgement او مم. capability، امكانيه، فاهم مم. قصدي ايه؟ مم.
لا النهارده انا مش بحتفل بعايده لما بتحقق، مم. انا بحتفل بعايده كل ما بتبني امكانيه جديده، كل ما مم. بتعدي بحاجه جديده، كل ما بتفكر بطريقه جديده. فاهم قصدي ايه؟ مم. بقول لها برافو. وانا من 10 سنين كان تحقيق، كان مم. اعتمادي كله على التحقيق، فوقتها يمكن كان احساسي اللي هو انا حققت حاجه كبيره. فاهم قصدي مم. ايه؟ مش انا بنيت حاجه اعتماد على النفس. وده فعلا. يعني المقارنة دي اه لطيفة قوي، اه انك انت الفرق بين اللي بيبني حاجة، وخصوصا اللي هو الخلق، اني اعمل حاجة اعملها من اللا شيء، مم. وابدا اطلع بيها واحدة واحدة واحدة، ويا تنجح يا تفشل. مم. بس النجاح هنا بيبقى مختلف عني وعنك. انا النهاردة بدأت حاجة وانت بدأت حاجة، شفت ان الحاجة دي جابت 2/10، مم. ده شيء عظيم جدا. مم. غيري جابها 3/10 مبسوط، بس مش معنى كده ان انا 2/10 دي بالظبط، فشل. انا فشلت. اه. صح. عشان كده احنا هنا بنقول 9/10، لان مم. الدنيا ما فيهاش 10/10. صح. ده حتى الماثيماتكس ما فيهاش 10/10. بجد. خلاص. لان انت عندك الثوابت زي كونستانت، زي باي كونستانت وكده، هي 3.14 مثلا. ايوه. ما في يعني ال10/10 مش في كل حته. مم. لكن الحقيقه واللايف، الحياه اللي احنا بنعيشها، لا انت حتى كلمه 9/10 ده الممتاز، صح؟ مم. مم. ونفسنا نجيب التسعة ونفضل نجود، ولو ما فيش المسافة تاني ما بين التسعة والعشرة، هنعيش ليه؟ صح 100%. رجعيني ورا بقى قولي. كتير قوي. قولي. انت طفولتك كانت عاملة ازاي؟ طفولتي كانت جميله قوي. ما انا بقول لك، انا يمكن اول نعمه ربنا نعمني بيها مم. اهلي مم. كلهم، يعني ابويا وامي واخواتي، دول احلى حاجه في عندك اخوات حياتي. قد ايه؟ عندي اخ واخت، اوكي. الاثنين اصغر مني. اه. امم اوكي، انت انا الكبيرة، الكبيره بالظبط الالفا. كده، لسه اوكي. بقوله لغايه دلوقتي انا الاخت الكبيره. هو اصغر مني، اخويا يعني اصغر اه. مني بسنتين، يقول لي يا بنتي خلاص انت 40 وانا 38. انت اخويا الصغير. اختي اصغر بكتير، اختي 12 سنه اصغر. اوكي. هي بالنسبه لي البيبي بتاع، يعني بيبي انت هتفضل. التالت ده بيجي اخواته اللي بيربوه. بالظبط، هي برضو مم. معتمده نفسها ان هي لا، يعني انا زيك بس. اوكي. فطفولتي كانت حلوه، يعني مم. احنا عيله مترابطه. مم. ابويا كان جميل قوي، مم. يعني دعمني من اول يوم. يعني يوم ما قررت اسافر بره هو وقف وقال يلا مم. سافري، مم. اعملي اللي انت عايزاه، ابني حياتك. امي عطاءه يعني معطاءه مم. جدا. عندي بقى كمان، انا اسكندرانيه، مم. فاحنا بلد صغيره قوي. بلد الابداع. انا معاك. ده حقيقي. فبرضو احنا كنا وانت عارف برضو عشان انت نفسك اسكندراني، مجتمع صغير، مم. فكلنا عارفين بعض، فبنيت صحاب لحد دلوقتي هم انتيم مم. بتوعي. فكل حاجة كانت الحمد لله يعني ماشية صح. درست في أحسن مدارس، مم. جامعة جميلة. فاهم قصدي؟ اشتغلت في شركة من أحسن الشركات. فطفولتي لا يعني كانت كانت حلوة، يعني مم. كانت طفولة جميلة وحلوة يعني. بس هل هي كانت مختلفة؟ ده السؤال اللي دايما بسأله. يعني هل كانت بتاعتي يعني دايما عندي سؤال ده بسأله لكل الناس وحتى في مم. فيديوهاتي، يعني هل هي كانت بتاعتي ولا كانت الطفولة التقليدية؟ كلمة تقليدية يعني لازم بنقارنها بثابت ونبني عليه عشان امم نقارنه بيه. امم هي ايه الطفولة التقليدية؟ يعني هل انا اخدت مساحة في طفولتي ولما كبرت كمان شوية اني اعمل حاجات مش لازم كانت تتعمل مثلا؟ يعني مثلا هل انا كنت مثلا لازم اخلص سنين الدراسة دي بالطريقة دي في السنة دي، ولا كنت ممكن في وقت ما اوقف عشان اروح اعمل حاجة في رياضة مثلا؟ فاهم مم. قصدي؟ ولا مثلا اوقف عشان انقل بلاش الجامعة دي، انقل جامعة تانية واجرب. عارف الحتة دي هل بتاعت عوزتي تعملي كده وفي حاجة منعتك؟ بتهيألي ما كانش، ما كنت يعني مش حاجة منعتني على قد ما كنت ما عنديش المساحة دي. كنت اللي كان على طول فيه لا لا يلا 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 خلصي. بس لكن انت ما وقعتيش قدام، هو انا نفسي اعمل ده، اه وبقى هنبدأ نحارب على لا الحاجة دي. لا، ما لا. جاتليش الجراءة وقتها حقيقي يعني. بس ما انا باجي اقول لك، ما هو انت صغير قوي، فانت عايز برضو لما يجيلك فكرة، اه. كان وقتها لسه مم. يعني، حد يقول لك طب يلا، يعني مم. شجعي يعني، وبالذات اهلك برضو مم. يعني. فاهم مم. قصدي؟ لا ما كانش ده التفكير يعني. كان خلصي لازم تخلصي ولازم تعملي ولازم فاهم؟ ما ينفعش تجربي لو ليكي يعني. الاختيار، ايه اللي امم ممكن لما ترجعي بيه تقولي لا انا عايز اعمله؟ بداية شغلي كنت هخلص تعليمي، مم. بس بتهيالي كان هيبقى بداية شغلي. ما كانش لازم عشان اتخرجت من الجامعة دي اشتغل في احسن شركة دي. كنت ممكن اجرب اشتغل اي حاجة تانية. كان هيفرق ايه؟ كنت هيبقى عندي الاختيار اني اجرب نفسي واكتشف نفسي في حاجات تانية. انا مقتنعة، ودي حاجة برضو انا اتكلمت فيها قبل كده،
وده ندم على فكره عندي، يعني مش ريجرات يعني، بس يعني اللي هو مم. يعني لو ارجع الزمن بيا كنت عملته مختلف حتى بعد ما كبرت، مش بس وانا صغيره. مم. يعني انا من الناس اللي قعدت كتير في مكانها في مم. شغلها في نفس الشركه، فاهم مم. قصدي؟ ما تنططتش. مم. آه الحركة بركة برضو برافو يعني. عليك. اه. مش بس عشان الفرصه والاوبورتيونيتي اللي هي مم. الفرصه، لا، هي كمان انت كل ما بتروح مكان تعلمي جديد، حاجة جديدة. برافو عليك، طب وبتكتشف نسخه من نفسك انت ما كنتش عارفها. صحيح. فانا بتهيالي كنت هكتشف نسخ من نفسي كانت بدري عن اللي انا اكتشفته دلوقتي. عايدة ليها كام نسخة دلوقتي بعد ما وصلنا النهاردة؟ اه كان في كام نسخة؟ يعني عديت بيهم. اه. ممكن اقول لك مثلا 3، في 3 نسخ. الفرق الزمني بين كل نسخة والتانية قد ايه؟ مش قادره احطهم في سنين، يعني انا مم. فاكراهم، عارف، فاكراهم بفترات اكتر ما مم. هي بسنين. مم. يعني عايده، عايده اللي هي قبل ما تشتغل كانت نسخه، ده مم. اكيد. مم. عايده اللي دخلت واشتغلت وسافرت مم. في عالم الشركات وكده، نسخه. وعايده مم. النهارده نسخه تانية خالص. الفرق بين النسخات دول امم ان حصل حاجة، امم بتحصل حاجة امم بتحولك اه من الاتجاه ده اه للاتجاه ده. اه ايه الحاجة الكبيرة اللي حصلت الأخيرة اللي حولت عايدة من النسخة الأخيرة اللي كانت فيها، امم اللي قبل الأخيرة، للنسخة اللي احنا اللي فيها هي فيها النهاردة؟ النهارده الضغوطات بتاعت المجتمع، التوقعات من عايدة كست، مش كعايدة بس، مم. يعني في وقت ما اللي انا حسيت هو انا ليه مفروض البي الطلبات دي. هو انت عايشة عشان ترضي المجتمع ولا ترضي نفسك؟ دلوقتي نفسي، قبل كده ما كنتش عارفة انا بعملها ليه. ما انا بقول لك كنت عايشة مش حسب ما انا عايزة، كنت عايشة حسب اللي لازم اعيشه، فكان ده مم. بالتالي مجتمع وناس مش انا. واللي لازم تعيشيه ده ناس بتتابعك كل يوم عليه، يعني بتقولك عايدة انت مفروض يحصل كذا، عايدة انت ما اتجوزتيش ليه، اه عايدة اه انت اه لازم اه تخلفي اه ولازم اه ولازم اه ولازم. طبعا. اه انت هتفضلي عايشه بره لحد امتى لوحدك مثلا؟ امم. ده كان سؤال، فاهم اه. قصدي؟ حتى مثلا طبيعه شغلي ان انا لازم اسافر امم. مثلا، اروح اعيش في بلاد مختلفه. امم. لا، هتفضلي تعيشي في بلاد مختلفه كده لوحدك لحد امتى؟ لا امم. كفايه، ما انت لازم امم. ترجعي. امم. حاجات كده. امم. طب انت طبعا الجواز كان حاجه منهم. امم. طب احنا مش هنتجوز ولا ايه؟ طب امم. هتتجوزي امتى؟ فاهم امم. قصدي؟ فاهم. طب وبعدين هو انا يعني كان بقى هذه هو انت اللحظه. لازم تتجوزي ولازم تخلفي؟ لا اللأ دي بتقوليها النهارده ولا اه اللأ دي بتقوليها من زمان لا دلوقتي. وقبل كده؟ ما كنتش عارفه، وكنت بقول هو انا لازم، لازم. خد بالك في فرق بين لازم وعايزه. خلينا في لازم دلوقتي، اه احنا بنتكلم على اه ضغوطات اه المجتمع. في الوقت كنت فاكراها لازم. ما امم. هو ده لازم، ما هو لو انا ما عملتش كده انا مش طبيعيه. اه بس ده بفهم المجتمع اه انك الطبيعي هو الواحد يتجوز ويخلف وي وي وي. صح. انت دلوقتي قلتي لي ولا عايزه؟ اه لما الضغوطات المجتمعيه بتيجي علينا يفضل يقول لك كل يوم لازم تبقي كذا لازم تبقي كذا، صح. انت غصب عنك بتعوزي ده، اه بس بتعوزيه امم عشان ضغوطات المجتمع عليكي. صح. هل انت فعلا كعايده كنت عايزه ده وقتها وقتها؟ حقيقي ما اعرفش، تصدق امم. بقى يا محمد؟ يعني ما هو انا بقول لك وقتها عمري ما قعدت افكر في رغباتي وفي طريقتي وفي حياتي وفي مستقبلي، امم. بان انا بكونكت او بربطها بيا. انا كنت دايما عايشه حسب الليسته، عارف اه التشيك تشيك ليست؟ ليست برافو اه. عليك. امم. ففي تشيك ليست، في واحده ناقصه، امم. يبقى انا غلط. يعني ما هو انا امم. ناقصه، دي ناقصه، امم. فيبقى انا غلط. امم. وكان بتسأل كتير عليها امم. مثلا لو كانت موضوع امم. الجواز. فعشان كده بقول لك وقتها ما اعرفش حتى كنت انا عايزه ولا لا. لكن امم. النهارده لا، انا عارفه، يعني فاهم قصدي؟ فما اعرفش وقتها كانت ايه. النهارده تعرفي ايه بقى عن الموضوع ده؟ وصلتي لايه فيه؟ لا وصلت انه لازم، لا، هو امم. فعلا مش، وانا عندي كده اعتقاد شخصي، ده شخصي امم. بحتا، ايوه. ان انا ما بامنش بحاجه اسمها سنه الحياه. اوكي. هي كلمة سنة الحياة دي نسبية برضو، ماشي. مش اللي يمشي عليا يمشي عليكي ولا اللي يمشي عليكي برافو يمشي عليا، عليك. كل واحد ليه سنته هو. بالظبط، ده اللي انا عايزه اقوله. يس. اه. لان ده انا يعني انا عندي دايما بعمل فيديوهات ساعات كنت على موضوع الجواز ده، فكنت بقول انا عمري ما قلت على فكره ان انا ضد الجواز، انا فعلا مش ضد الجواز اه. لو احنا هنتكلم على الجواز اه. يعني. بالعكس، هي حاجه جميله قوي يعني. لكن
لكن لو ما حصلتش ما حصلتش، فده مش معناها ان دي سنة الحياة اللي انا مش ضد، يعني فاهم قصدي؟ لا، هي مفيش حاجة اسمها كده. والا كل واحد بقى ما اتجوزش يرمي نفسه بقى من اي بتاع، ما هو خلاص، ما هو ما ممشيش على الحاجات الطبيعيه. وبعدين فين ربنا بقى؟ مم. طب ما احنا مش مجتمع مؤمن واحنا مؤمنين، وفاهم قصدي، ودي سنة الحياة اللي هي جاية من ربنا. مم. مين اللي بيحط السنة؟ مش مم. مش ربنا. مم. طب هو ربنا يعني هينسى يحطها لك؟ ما هو يعني لا بالظبط. لا. ف... فدي بقى الحاجات اللي ابتدت بقى اوعى عليها دلوقتي، يعني فاهم، وابتديت بقى صح، وابتدى مخي يفهم، وابتدى الوعي يزيد، وابتدت الحياة تبان لي انه لا، هو انا كنت تاني احب اقول، انا دايما بس بشبهها بالسباق عشان بيبقى متعب. لا، هو ده مش السباق بتاعي بقى، يعني فاهم قصدي، خليني بقى اركز في طريقي يعني، واللي هيجي لي هاخده. ما هي دي النقطه، ان احنا بنفضل نسعى امم. ونجري ورا حاجات في حياتنا كلها، امم. وربنا يفتح لنا في حاجات تانية بالظبط كده. بناخدها طول الطريق. صح. بس عايدة، انا شايف انت قلتي انت كنت كذا نسخة من نفسك، اه. بس انا شايف ان في عمود اه. قوي صلب اسمه عايدة، هي نفس الشخصية بس بيجي عليها تغيرات تانية، امم. لكن هو الأساس ما اتغيرش. إن امم. واحدة طالعة من اسكندرية متعلمة زينا كلنا، امم. فقررت أنا مسافرة امم. أوروبا امم. أشتغل. امم. لا معلش، أنت هنا، هو أنت شبه عايدة اللي قاعدة قدامي برضو، هو نفس التفكير ايوه. بس صغير بتاعه. اه. انا لو شايف النهارده حد بيعمل كده، هقدر اتوقع امم. بعد 10 سنين امم. الشخصيه دي هتبقى عامله ازاي مع امم. التعليم اللي هتتعلمه بره. امم. بس هستنى شويه اشوف هتعمل ايه بره. ايوه، هتكمل ولا لا؟ لو كملت، لا انا اقدر اشوف عايده يعني او الشخصيه فهماك. دي بعد 10 سنين عامله ازاي. امم. قبل ما تسافري امم. خلاص، مين كان الرول موديل بتاعك؟ امم. الايقونه اللي انت شايفه الشخص، حد او حده او واحده، هو دول اللي انا عايزه، مش لازم ابقى زيه، امم. بس انسبايرد بيه كده، انا ماشيه ورا الحاله دي. امم. مين؟ تصدق عمري ما سألت نفسي السؤال ده، يعني انا ما كانش عندي حد، بكلمك بجد، ما مم. كانش عندي حد. في ناس كتير كنت بنبهر بيها. مم. الله، ايه ده؟ انت فاهم قصدي؟ مم. ومنها يعني واحده انا بجد بنبهر بيها، وعارفه ان هي شويه كليشيه بس هقول لك يعني، كانت اوبرا وينفري، كنت بحبها. اوكي. كنت بحب ان هي واحده وعارفه وبتقاوح، كنت متابعه قصصها، وكنت بحب اللي بتعمله، فاهم، يعني من بره انا ما اعرفش طبعا تفاصيل مفهوم حياتها. مفهوم، احنا بنشوف انا اللي بكلمك بره، اللي جاي لنا، الايمج، اللي برافو واصل لنا. عليك يعني. بس ده اللي هو ابهار، مم. مش فكره ان عايزه ابقى زيها، يعني مم. فاهم قصدي ايه. لكن مين اللي كنت بستمد منه شخصيتي او مم. او قوتي؟ كانت ابويا وامي الاثنين، كل واحد في حاجه، مم. يعني فاهم قصدي ايه. امي قويه جدا، مم. ما ان هي ممكن تقول مش عارفه، بس هي امي كانت قويه، فكانت هي بتدينا القوه دي، مم. او ادتني انا القوه دي، اللي هي مم. اعتماد على النفس، مثلا هو يلا مم. انا هسافر، مم. فاهم قصدي، دي مم. كانت منها هي. و... وابويا داعم، فكنت احس ان انا دايما في حد معايا، مم. فانا مش لوحدي، فهتخافي من ايه يعني، عارف، كان في مم. كده. فانا دول كانوا قوتي. القوه قصدك بيها ايه؟ لان انا ممكن لو كسرت القوه دي جواها، امم. فيه الشجاعه، امم. الاقدام، امم. والاقدام حاجه والشجاعه حاجه على صح. فكره. وبعد كده في الجراءة، امم. خلاص. امم. وهناخد جوه القوة بعد كده ان انت يبقى عندك العزيمة ايوه. والإصرار. يس. فجوه القوة دي تفاصيل كتير قوي. صح. هل مامتك كانت بتعمل ده؟ اه. مم. اه بجد، وهي على فكره هي مش مقتنعه، يعني أنا دايما بخش معاها في الحوارات دي، مش مقتنع ان بإيه؟ انا مش قويه، ده مش ست، ان هي ست مش قويه يعني. اه. لا، مامي يعني مش جريئه، مم. شجاعه، مم. صامده، مم. فاللي هي الحته اللي انت بتقول عليها، مم. عندها الاصرار، يعني مم. فاهم، مم. يعني ومعانا حتى احنا مم. كده مم. يعني. فهي كان فيها الحته دي. ابويا كان جريء، مم. يعني فاهم، ما بقول لك هم كل واحد اداني حاجه، فاهم. ابويا كان جريء جدا، لانه ابتدى يشتغل من هو صغير، وكان طبيب وساب الطب وعايز يعمل بيزنس، وكان احنا، وده احنا بنتكلم بقى من كام سنه، فانت ما فيش ريسك تيكر بقى. الفظيع اه، يعني، ياخد فاهم. المخاطرة المحسوبة برضه، عشان مش أي حد ايه ياخد ايه، لا مخاطرة. لا طبعا لا. ودايما بنقول فابويا برضو الكالكوليتد ريسك أو المخاطرة بالظبط المحسوبة. بالظبط، اه. فادانا دي برضو، مم. فاهم قصدي، فكان كل واحد فيهم اداني حاجه، بس هما الاتنين مع بعض مم. عملوا فيا القوه دي. والملهم مين؟ الملهم. الملهم مين؟ بحاول بجد افتكر، يعني افكر معاك، ما عنديش حد صدقني. مم.
حقيقي من قلبي ما عنديش حد ملهم. عندك حد تخيلي ملهم؟ حد ايه تخيلي. تخيلي؟ اه مم. عندي حد تخيلي ملهم. يعني في ايمج اه لحد، مش يعني مش اسم حد، بس الشخصيه الملهمه بالنسبه لي موجوده. مم. اه انت عارفة انا بشوف في الحياة من وجهة نظري اه طبعا ان بيبقى قدامنا صورة احنا بنرسمها امم للنجاح، امم والصورة دي بتبقى مشوشة كده بلورد، يعني امم كأنك العدسة مش ظبطاها امم قوي، وبتفضل كل ما بنقرب بتوضح، وبنشوف الصورة لحد ما بنقرب قوي بنشوف الصورة اللي وراها. صح. وهو ده بيبقى الإلهام بتاعنا، إن عايزين نشوف الصورة دي امم بالشكل الحلو ده، امم عايزين نوصل له. امم هل أنت النهاردة شايفة الصورة دي امم بخبرتك اللي فاتت امم في صورة جديدة أنت شايفاها لنفسي. لنفسك؟ اه اه وأنت ملهمة نفسك النهاردة، يعني 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 الصورة اللي أنت حطيتيها. يعني لا طبعا. ودلوقتي في ناس كتير انا ببقى الله ايه جمالك ده، يعني فاهم، من آه الناس اللي انا حاسه اني عايزه ابقى شبههم، مش شبههم بس الطريق اللي انا واخداه. يعني أوكي. فاهم قصدي. حتى عايزة تسلكي نفس الطريق، مش اه نفسه بس ب... شبهه يعني. بالظبط كده. آه بس طبعا في، بس يعني عندي الصورة بتاعتي النهارده واضحة، يعني مم. اكتر من قبل كده اكيد، فاهم مم. قصدي. وبالتالي هو ده اللي انا كنت بحكي لك عليه، اللي هي مم. اللحظة بتاعت انه مين انا بجد، يعني مم. فاهم قصدي. وهي دي كانت اللحظة اللي هو عارف كان في كده براكتس لذيذ ناس كتير بتعمله، وانا عملته من 10 سنين، من كان اكتر من 10 يعني 7 سنين. اللي هي الفيجن بورد. مم. ماشي. احكيها كانت وقت احكيها. الكورونا، ايوه كنا كلنا زهقانين ايوه. يلا نعمل فيجن بورد. عملت فيجن عندي لحد دلوقتي، مم. الفيجن بورد بتاعتي. الفيجن بورد بتاعتي فيها حاجات شبه اللي انا عايزه اعملها، او عايزه لسه اعملها ما مم. عملتهاش. مم. وفيها حاجات عمري في حياتي ما هتخيل اني كنت عايزاها، لان حاليا مش عايزاها، كانت مم. ماتيرياليستيك قوي، اه ماديه قوي. بس مش غلط. مش غضايا، بس مش دي اللي انا المفروض احطها يعني مش ده الفيجن اه. بتاعي، فاهم مم. قصدي. ممكن تبقى وش، ممكن يبقى حلم، بس مم. مش فيجن، يعني فاهم مم. قصدي. يعني مش ده اللي انا بسعى له، بس الله انا عايزاه، يعني في مم. فرق. وفي حاجات عملتها، يعني فاهم قصدي، في حاجات وصلت لها، وفي حاجات مم. لسه عايزه اوصل لها، وفي حاجات حاسه لو ايه ده، لا ده مش انا خالص، يعني مم. فاهم قصدي ايه. ف... فاللي انا عايزه اقوله هي الفيجن بتتغير، يعني صح الرؤيه بتتغير. صح وفي كلمه بالانجليزي كده اللي هي يعني هي حتى بالعربي بنقول عليها بتتطور صح. اكتر كمان ما بتتغير، هي يمكن بتتطور، فاهم. وبتنضج، مع نضوجك بتنضج. بالظبط كده. مم. لكن انت قلت حاجه حلوه قوي، ودي حقيقيه، ودي اللي انا دايما حتى اقول عليها الهويه مم. او الايدنتيتي اللي احنا بنتكلم فيها هي ثابته. صح. انت قلت انت كنت ثابته في عمود عايده، اه بس بتتغير، بتتطوري، اه. صح، مع مم. شخصيتك ومع الخبره ومع الاكسبيرينس طبعا. والنضج. الفرق بقى ايه؟ مم. هو العمود انا ما كنتش فاهماه، انا ما كنتش شايفاه، اه. فاهم قصدي، ما كنتش متصله بيه. مم. انا كل اختياراتي والحاجات اللي عشتها انا ما كنتش هعرف اسميها لك، صح مش شايفاها. صح. يعني انا مش عايزه انط، بس انا لما ابتديت اللي هو المنتورشيب بروجرام بتاع انتي مين وبتكلم مع الستات، انا مش بنكتشف حاجه جديده، انا كل اللي بعمله اني بسمي لهم اللي هم عايشينه. فده عارف اكتر حاجه بتطلع لي ايه ده، انا ما كنتش شايفاها كده. ما احنا هنيجي للنقطة دي، بس قبل ما اجي للنقطة دي انا يعني زي ما كنا بنقول قبل التصوير، في عايدة تانية اه موجودة اه جوه عايدة اللي بتطلع على السوشيال ميديا، اه وانا حابب اديب دايف كده ماشي. جوه الشخصيه مم. دي، لان يعني زي ما انت قلتي انا من وانا صغيره سافرت وعملت وخليت، اذا لا هي عايده، هي ما ايوه راحتش في حته ايوه تانية، ايوه بس هو ده التطور الطبيعي ايوه لعايده. ايوه. لو احنا النهارده مم. تليفوناتنا عليها كم صور قد كده، مم. دايما انا بعد عمر كبير اكتشفت ان اللي بيدوم اه الصور اللي بنطبعها ونخليها قدامنا، اه علشان الذكرى عندنا دايما ألبوم صور بنجيبه فعلا الاولد از جولد زي ما بيقولوا. صح. لو انت عندك صورة مطبوعة، مم. الصورة دي دايما بتحبي ترجعي لها لما تبقى محبطة مم. داون، عشان تفرحك او ترجع جواكي حتى شوية طاقة حلوة. الصورة دي مم. عاملة ازاي؟ فيها ايه؟ وهل حقيقي موجودة ولا لا؟ طبعا في كذا صوره. مم. معلش هرجع تاني اقول لك اهلي مم. بيدوني لا مش طمأنينة. معلش، ما هو الطبيعي يعني هو لما يبقى معلش لو ما اتقالش يعني. في صورة اهلي، اه
دي اول صوره. انت بتتكلم على صوره انا فيها صح؟ اه وصوره صحابي وانا مع مم. صحابي واحنا في مم. اسكندريه مثلا، دي مم. صوره بتطمن قلبي بتديني فرحه. ده امتى وانت في اسكندريه؟ دلوقتي ولا زمان؟ زمان. زمان وانت صغيره اه بتدرسي؟ وقت اه وقت الجامعه والمدرسه، يعني ده الفتره اه اللي كنت في اسكندريه. اه دي صوره بحبها قوي. مم. فدي برضو صوره انا عزيزه، يعني دول الصورتين اكتر صورتين بيدوني كده نوع من الفرحه. مم. ف انت دلوقتي وانا بكلمك على الصور، اكيد الصوره دي جت في قول ذهنك، لي. صح؟ اه لا الصوره دي ايوه الصورتين صح. جت في ذهنك. صح. الصوره دي النهارده اه ايه اللي اتغير فيها؟ الاشخاص اه كبروا، طبعا. بس ايه اللي اتغير خلف صوره الاشخاص دي؟ ايه اللي اتغير؟ الظروف بصراحة، البيئة، ما مم. بقيناش يعني انا النهاردة مش عايشة معاهم. مم. اختيار ومش اختيار، مش هضحك عليك يعني مم. في نوع من الاتنين يعني. مم. متهيأليش ان احنا بنختار 100% ان احنا نبقى بعيد عن الناس اللي بنحبها، وبرضه هو اختيار لان انت عايز الكويس ليك. مم. فهو الناس برضه لازم تبقى عارفة انه بتبقى بين الاتنين. فانا مش معاهم وقت ما بحتاجهم ووقت ما مم. بعوزهم. فالبيئة اتغيرت. فلما البيئة بتتغير والمسافة بتطول، الاتصال معاهم والأحاسيس اللي كنت عايشاها في الصورتين ما هياش، مش نفس الأحاسيس. الدفء ده مش نفسه. يعني لو جيتي عدتي نفس الصورة النهاردة زي ما اه بيعملوا كده صورة فرق ايوه بينهم 20 سنة، ايوه. اه هتطلع بنفس الروح دي هتطلع وهتخليها؟ بنفس الروح، بس ما تهيأليش ان انا نبقى حاسين. يعني بالتالي الفرق هيكون ان قبل كده كانت طبيعية قوي، دلوقتي احنا عايزين نعملها. عايزين نعملها عشان تبقى شبه الطبيعية. يعني خلينا يا جماعة نعملها يعني، فاهم؟ وجمع بقى الناس وفاكرين لما، يعني فاهم. كان في لحظة كنت داون فيها واحتجتي حد حقيقي علشان يحضنك يقف جنبك اه كده وما لقيتيهوش؟ كتير قوي. هل ده سبب انك انتي عملتي شفت مرة واحدة؟ لا مش هستنى حد، انا اللي هبني، يعني انا هسبورت نفسي اه بنفسي. اه طيب الحب، اه خلاص، اه الحب القلب ولا العقل في الحب؟ وانا في 40 ولا وانا 20 عشان نختلف؟ اه والله اه اختلف. طبعا. طب خليني في عايدة النهاردة. الاثنين. الاتنين. انت عارفة في فيلسوف اه فرنساوي اه اللي هو باسكال اوكي. بيقول كلمة لطيفة جدا، اه ان القلب ليه طرق اه صعب على العقل انه يفهمها. صح. ومش القلب اللي هو القلب بس، هو الاحساس، هو مشاعر. الاسنس. امم العقل ما بيفهمش الحاجات دي خالص. صح. لو حكمنا العقل في حاجات كتير في حياتنا مم. هنلاقي، هو حتى بيقولك الجات فيلينج، صح صح الحدث صح بتاعك، الحدث صح. الحدث بتاعك صح عامل ازاي، صح صح؟ صح. طيب هنا النسبة بتاعت القلب والعقل بالنسبة للحب عندك عاملة ازاي؟ أم... لا هي يعني هي لازم تبقى في بالانس. يعني مش عايزه اقول لك 50% و50%، لان هي مش كده. بس هو لازم يبقى في بالانس عشان معقول. توصلي للإجابة دي اه عملتي كام مرة ايه 100% قلب والعقل قالك هو ازاي تعملي كده؟ هقول لك. ما هو كل حاجه قبل لما اوصل للي انا وصلت له كعايده برضو مم. كان كله قلب. مم. لان ما كانش فيه عقل، هو كان فيه اللي هو، ما هو انا بحبه يعني. مم. وعشان كده ما حاجات، عشان كده انا من وجهة نظري النهارده هم ما مشوش. وعشان كده لو جيت قلت لي بس طب ترجعي يعني لحد، او مم. فاتك حد او مم. زعلانه على حد، مم. دلوقتي اقول لك لا. مم. فاهم قصدي؟ فيمكن لا هو اكتر بكتير. لان كان اسرع انك تخش في علاقه لان كان قلب. مم. دلوقتي الموضوع بقى اصعب كتير، لانه ما بقتش نفتح الباب لاي حد وما بنقعدش كتير اصلا لو الموضوع مش عقليا شغال. فهو لو عايزه احطها لك نسبه، لا هو 70% كان قلب. بص، قبل كده. اه طبعا. اه 70% من علاقاتي ان جنرال مم. كلها كانت 70% قلب بس. بس انا مؤمن ان لو اتفتح الباب غصب اه عننا، اه لو حصل ايه بالذي وقعدنا نقول لعقلنا بتاع هو القلب وما هيريد وقتها. تفتكر؟ شوفي اعتقد كده. ليه بتقول كده طيب؟ اقولك لان في احاسيس عندنا اه مع الوقت. انت النهارده مثلا غير عايده من 10 سنين، اه احتياجاتك النهارده غير احتياجاتك من 10 سنين. صح انت بتحكمي على قلبك من 10 سنين كان محتاج ايه، صح
واللي كان جاي يديكي الحاجات دي حبيتيه. صح النهارده انت قلبك محتاج حاجات تانية صح انضج من اللي كانت موجوده، صح فانت بتسمي ده ان ده العقل اللي بيتحكم. هو القلب نضج زي العقل على فكره. فهماك. فلما يجي حد يتعامل مع القلب الناضج ده غصب عنك هتلاقي قلبك اتشدله. انت هتحسي ان ده العقل، لا لكن ده نضوج. اشمعنى كل حاجه في عايدة نضجت الا قلبها؟ طب انا هقول لك حاجه، يعني يلا هتحداك في حاجه. يلا بينا. القلب، ما هو القلب برضو في الحته بتاعت، طب ما خدي بالك، ما هو ده الجات فيلينج برضو. صح. يعني ودي حاجه انا عشتها يعني. طب ما هو يعني هتفرق ايه؟ بس طب ما انت هتتعبي اكتر لو عديتي دي، ويعني ممكن اول حاجه مثلا خدي بالك الوحده مثلا، ما دي مشاعر. طب ما انت هترجعي تاني تبقي لوحدك لو سبتيه. ما هو انت لو حاسه ان عقلك مش متناسب مع قلب ما تطنشي. دي انا بقولها قلب مشاعر طب. اكتر من العقل. ماشي، لان العقل هيقول ما انت عايشه لوحدك اصلا مثلا، فده قلب. فلو كنت سبت نفسي للقلب اكتر كنت ممكن اكمل في علاقه مش قوي مثلا. في حاجه تانية مثلا، انا مثلا ممكن برضو القلب، فاهم قصدي؟ ما هو احنا انتش عرفك بكره هيحصل ايه، ما احنا ما فيش حاجه تضمن بكره. خلينا عايشين في اللحظه دلوقتي، واللحظه دلوقتي ما هيش اللحظه اللي انت بتحلمي بيها. طب وايه يعني؟ بس هي لحظه حلوه اصلا، فاهمه قصدي؟ ما ده الحلم اللي كان نفسك فيه، بس ما هو قدام هيبقى واحد. لا، ما هو مالكيش دعوه بقدام. ده بالنسبه لي قلب مشاعر. انا بس بديك، انت قلبك بيتكلم لغات، لان دي لغه عقل مش لغه قلب. صدقني دي مشاعر. مشاعر لانها مش بيزد على فاكتس. هي آه. هي ده حقيقي يعني. هي دي كلها مشاعر، فهي مش بيزد على دليل. هو مفيش دليل ان ده هيتغير ولا مش هيتغير، هو مشاعر. اللي فرق ايه؟ اللي فرق انه لا، هو في العقل بقى لما بيخش بيقول لك لا، هو في اثبات، في باترن، في حاجه بتقول مع الدراسات والوقت والخبره ان ما هي لو فضلت تتكرر بطريقه معينه هي هتبقى كده يعني، فاهم قصدي؟ ده العقل. فلو انت مش محكم العقل ده برضو، لا يعني انا رايي لازم تحكمي العقل. ما انا بقول لك، انا حقيقي وعارف هي العقل. انا كمان عايزه اترجمها في حاجه تانية لو هي علاقه بالعلاقه. هي التناغم، compatibility بيسموها بالانجليزي. يعني فاهم قصدي ايه؟ الفكره ان انت تبقوا، هو مش عقل انه لازم يبقى حاجه معينه، انه 1+1 لازم زي ما انت قلت، مفيش 10/10. صح. طب. بس يبقى في العقل اللي بيقول انه ده مناسب لده. يعني فاهم قصدي؟ مش بس مشاعر وحب وبتاع يعني انا هقول لك حاجه، وانا بحب اتكلم عنها يعني، حاجه اوبن يعني. انا عارفه في ناس ممكن ما تقبلهاش، بس انا هقولها لك يعني. انا مسيحيه، فاحنا مثلا عندنا احنا ما الاختلاف الديانه مثلا دي حاجه احنا كدين مثلا. انا مش عايزه اتكلم في الدين، بس انا بديك حاجه عشان اوديك عقل. في الديانه ولا المله؟ الدين. برافو عليك. انه احنا مثلا المفروض ما نتجوزش، احنا كدين المفروض ما نتجوزش اختلاف دين. هل انا معناها ان عمري ما حبيت حد من بره ديني؟ لا، حبيت. اصل هو انسان حبيته بس، لكن ما اتجوزتوش، ما كملتش معاه. هل انا النهارده ميته مثلا؟ هل قلت يا نهار اسود عليا الا انا؟ لا. بس انت ما اتجوزتوش بسبب الدين؟ بسبب الدين. بس هو كانسان حبيته. يعني فاهم قصدي؟ كل حاجه فيه كانت جميله وكانت متناسبه معايا، رغم انك عارفه من الاول انه ما ينفعش. بس حبيته. خلاص، ما انت بس ما انا بقول لك الحب موجود، بس انا الحب ما اكتملش. فهو النهارده هل انا، ما انا برضو مقتنعه بحاجه، يمكن حلمي برضو حلم بيقول ازاي، عارف بيقول لك في هوبلس رومانتك. ايوه، ده انا قوي على فكره. عشان الناس برضو فاكراني مش رومانسيه. لا، انا رومانسيه جدا. انا مقتنعه ان الحب الحقيقي هو الحب الاخير اللي هيدوم، اللي هيبقى معاك. ده الحب الحقيقي. الباقي كله مشاعر جميله بس مش حب حقيقي. فانا ما ينفعش اقول انك حبيت 20 مره يعني. يا عايده انت بتثبتي انك عايده في كل مره يعني. انت اللي سافرتي لوحدك. ايوه. انت هنا كسرتي تابو معين. انت اللي حبيتي في دين تاني. ما هي انا بقول لك ده التطور بتاعك اللي انت فيه النهارده. انا مش مستغرب اي حاجه، بالعكس. طب ايه ده بيقول عليا ايه؟ مين اللي بيقول يعني مين عليك؟ عايده دي بالنسبه لك الشخصيه؟ اللي هو انت مين بالنسبه لي؟ انا مين بالنسبه لك لما بتحط كل انا اشوفك يا عايده حقيقيه. ماشي. خلاص. الفكره انك يمكن عشان امراه فالمجتمع بيحط عليكي ضغوطات معينه. الضغوطات دي بيخليكي تعملي، انت عارفه كان في مثل انا بكرهه المثل ده. كل اللي يعجبك والبس اللي يعجب الناس. ايوه. فكره اني
احط على جسمي حاجة او على شكلي حاجة عشان اعجب عجب الناس. الناس. هو مفيش اي منطق مم. يخليني اعيش عشان اعجب الناس. مم. هو انا بعمل حاجتين، مم. هو انا بعبد ربي وبرضي ربي مم. وبرضي ذاتي صح ونفسي. صح. خلاص. فانا اشوف انك النهارده عايده هو في التطور الطبيعي بتاع ايوه. الشخصيه مم. لنضوج اكبر، مم. والنضج ده خلاكي النهارده يبقى عندك اكتر وعي نفسي. مم. ليه انا قاعده بعمل عشان حساب لكذا؟ انت بتعملي حساب، ما انت مش طبعا عايشه وسط مجتمع، صح؟ طبعا. ولكن مع ده، لا، انا فين؟ مم. انا مم. بشوف ان الحياه اقصر بكتير جدا مم. ان احنا نضيعها مم. عشان نرضي ناس مم. وننسى نفسنا. صح هنروح اصل احنا بعد كده صح صح. هنبقى ناس تانية في حتة تانية باشكال تانية، ما نعيش الحياه. انا معاك. هل في علاقه مم. اثرت فيكي مم. وجرحتك جرح مم. خلتك انا مش هحب دلوقتي تاني ابدا لا عمرها خالص؟ خالص. ولا حد انت مش قادره تسامحيه لحد النهارده؟ لا خالص، تصدق بقى ده بجد من قلبي. هل قلبي اتكسر؟ اه يعني مم. اه مم. طبيعي يعني، فاهم؟ لكن إن شايله ولا لا يمكن ولا انا عمري ما هخش في علاقه ولا، ابدا ابدا. طب في مره وقفتي قدام نفسك قلت اخيرا يا عايده انا سامحتك؟ انت بتقولي لنفسك ما كنتش في حاجه مش قادره تسامحي نفسك عليها وقلتي انا النهارده سامحتك؟ اه في. اه تحبي تقوليها ولا ما اه تحبيش لا تقوليها؟ عادي لا. أم... عندي حاجه في شخصيتي ما بحبهاش. مم. يعني عندي حاجه في شخصيتي وعارفاها مم. وفهماها، مم. مش عارفه اتحكم فيها قوي. مم. بس بتزعل مني ناس كتير. مم. فاهم قصدي ايه؟ فكنت بزعل من نفسي كل مره مم. انه كل ما بتحصل يعني يعني انا الحته بتاعت دي شويه بعرف اجرح اللي قدامي، اعرف اجرح ناس، اعرف اجرح امي. يعني ما بتكلمش عن الناس، انا بتكلم على الناس القريبين جدا منك، الدايره يعني ما ينفعش القريبه. اجرحهم. اه. يعني ادوني كتير هو ما قوي. ينفعش تنجح اي حد. لا طبعا، وانا اه. معاك صح، اه. ليك حق 100%. بس قصدي يعني اللي هو انا لو جرحت اي حد دول ما ينفعش كمان اقرب منهم. كمان اه. يعني فاهم قصدي، وساعات بعملها بقصد. يعني انا بقولها لك فاهم، ساعات بقى بتبقى بقصد لان انا ببقى مثلا متضايقه، فانا اللي هو عارف نظام كده ديفense ميكانيزم، اه. يعني فاهم قصدي. مم. وبعدين ارجع اقول ايه ده، ازاي عملتي كده؟ انت مش، ما انت انسانه مش وحشه، طب ليه بتعملي يعني فاهم؟ ودي حاجه في شخصيتي ف وعيالها، وبحاول اكونترولت. فكنت بزعل قوي من نفسي، كنت اقعد بقى الوم نفسي يعني فاهم، وانتي وبعدين اقعد بقى اسمي نفسي، فحطم في نفسي، فاهم قصدي. لا دلوقتي بقيت بقول معلش ما تزعليش ومش مشكله، سامحي نفسك، روحي اعتذري، يعني اعملي الحاجه اللي هترضيكي وتخليكي أم، راضيه عن نفسك، وخلاص عديها. يعني بس ما محدش. بطلتيهاش؟ مش عارفه لسه بطاله، بس قلت. انت بتعرفي تعتذري؟ اه بعرف اعتذر. انا بشوف الاعتذار اه بعرف. فن اه ودرجات. اه اقل درجه فيهم اه انا اسف، اه دي بشوفها كده، صح. اللي هو عايز اخلص اقول امم انا اسف. امم لكن اعلى درجات الاعتذار امم هي اني اقدم للي قدامي امم حقيقي نفسي بالاعتذار بتاعي امم بشكل مش همشي غير وهو راضي، امم ومش هدية. امم انت النهارده اي درجات اعتذار انت بتعتذري؟ وهل كنت كده زمان ولا لا؟ لا ما بقول لك، كل حاجه زمان كانت مختلفه، لان ما كنت، كان عندي انا زمان كان ايجو، يعني كبرياء، ايه امم. ده امم. يعني ده انا. امم. يعني ولغايه ساعات بقولها. بس هقول لك حاجه، انت نفسك بتقول هو ما فيش 10/10. طب. ما مم. فيش 10/10. وزي ما انا في حاجه، هو زي ما انا بقول ما بحبهاش، هو اللي قدامي اكيد في حاجات في مم. نفسه برضو انا ممكن أكون ما بحبهاش عنه، يعني فاهم مم. قصدي. اللي فرق ان انا بعترف بيها، مم. انا واعيالها. مم. يعني انا بقبلها لما حد يجي يقول لي انت ضايقتيني، مم. انا مش هقف كل شويه اقول لها لا انا ما بضايقش، لا انا مم. هقول لها طب معلش صح انا مم. ضايقتك، يعني مم. فاهم قصدي ايه. انا في الحته دي مم. هل انا اتغيرت مم. 100%؟ لا. هل بحاول؟ اه بحاول. هل هي هتفضل فيا؟ probably اه. يعني انا بقولها من الاخر، فاهم قصدي. لان اي انا مش حد داخل لان انا مش خلي عشرة بالك. على عشرة، ما هو انا اه. بديها حاجات تانية حلوة كتير، يعني انا مم. مقتنعة بدي برضو يعني. ودايما اقول كده، احنا لما بنحب حد بتقبله بكل حاجة فيه، بالوجع بتاعه وبحلاوته. مم. وانا مقتنعة بحاجة برضو، ان كل حاجة في شخصية الانسان وحشة او حلوة هي دايما ليها جانبين، فاهم قصدي. فهو برضو دي
عارف عندي مثلا حلاوتها في ايه؟ very protective. مثلا واوفر كيرنج. ها فنفس الست اللي هتقف تجرح امها مثلا دي هي مم. نفس الست اللي هتذبح نفسها لامها. يعني عندي نفس ما هي نفس الناحيتين. مم. فلو انا دي وقعت ما هي دي هتقع. يعني مم. فاهم قصدي؟ مش انا مش ببرر على فكره الحاجه لا لا الوحشه، بس مفهوم. انت فهمت قصدي. بس هي هي بقى هي البالانس دي. نفوسنا كده. ما هو هو ما فيش العشرة على 10. ومفيش ابيض واسود في المنطقه الرمادي اللي في النص، وهي دي بالظبط الحياه اللي احنا بنعيشها. بالظبط. طيب انت النهارده آه عندك تسامح مع نفسك اكبر، اه وفهم ووعي نفسي مم. اكتر، فبداتي تطلعي ان انا واصله للمرحله دي من السلام النفسي، مم. صح؟ مم. هل انت شايفه مم. ان في فرق ما بين شريك الحياه مم. او رومانسيه الشريك او الشريك الرومانسي؟ يعني companionship، مم. مصاحب ليا في الحياه، بنعمل الحاجه انا صديق وهو. يعني. لا لا لا، ما هو ال الزوج بتاعك، اوكي. الكابل بتاعك، اه البارتنر الكابل بتاعي. بتاعك. اوكي يس. فهو يا اما يبقى الكابل بتاعي مم. اللي هو الرومانسي بالوردة اه وده مش غلط على لا فكرة، في طبعا ناس كده. صح. طيب، اه او في ناس تانية يحبوا شريك الحياة، اه اللي هو انا بشوف ان الشراكة هي ان احنا بنعدي لبعض، مم. اتحملك مم. وتتحمليني، مم. وكل فترة نضج. يعني مم. مثلا تخيلي انت لو كان معاكي شريك حياة مم. ال10 سنين اللي فاتوا، مم. هل اول ما شاف عايدة مم. وهي عندها 30 مم. وجا شاف عايدة النهارده، شافها النهارده لاول مره تاني، هل كان هيرتبط بيها زي ما ارتبط بيها من 10 سنين؟ هل ده حقيقي ولا لا؟ طيب خلينا نقسم السؤال اتنين. خلينا الاول شوفي السؤال، الجزء هل الاولاني. اللي شافني من وانا عندي 30 هيجي يرتبط بيا ورايا؟ probably لا. لاني بقيت انشف. ما اعرفش طب ما حقيقي. يمكن هو يحب النشفان. ما اعرفش. احنا امورنا غريبه اه ما انتوا بصراحه احنا في غراب. كل يوم في حال. احنا اه مش فاهمينكم على ايوه، فكره. ولا احنا فاهمين نفسنا. حقيقي ما اعرفش، بس ما تهيأليش ما اه اعرفش. ولكن هل انا بحب الراجل الرومانسي ولا الراجل، يعني ما انا مش عايزه افصلهم. مم. هقول لك الحقيقه، يعني لان انا بعتبر نفسي رومانسيه فانا بحب الراجل الرومانسي. مم. بس انا النهارده بدور على شريك الحياه. مم. وعايزاك كده تقول لهم يعني ايه كلمه شريك الحياه، لان انا بحس ان الناس مش فاهمه مم. يعني ايه كلمه شريك حياه. مم. يعني انا فاهم قصدي ايه. في فرق بين الراجل وفي الست. مم. ده لازم، ده هو ده الحاجه، ده طبيعه الحياه. يعني فاهم قصدي؟ دي خلقه ربنا. مم. طريقتي في عمل الحاجه مش زي ما هتكون طريقه محمد في صح، عمل الحاجه. صحيح، دي هتخلقنا كده. فاهم صح. قصدي ايه؟ ولكن هدفنا واحد. انت عايزه اللي شبهك ولا اللي يكملك؟ مفيش حاجه اسمها يكملني. هو مم. شبهي. مم. هو لازم يبقى شبهي. مش محتاجه حد يكملني. فما هي دي، انا مش محتاج. انا حقيقي بقولها لك ومش مم. غرور، انا بس عايزه مم. الناس تفهم. هو مش غرور. هو انا مفيش اي حاجه النهارده الحمد لله، وده عشان ربنا مش عشان مم. عايده مم. ناقصاني. يعني مم. فاهم قصدي ايه؟ لكن حلوه قوي لما امسك ايد حد. مم. ليه امشي لوحدي؟ انا عايزه امسك ايد حد. لا بس احنا كل واحد فينا مهما وصل اه لحاجة، في حاجات ما بيعرفش يعملها او اه ما بيقدرش يعملها اه او ما بيحبش يعملها، مم. وفي حد تاني اه عنده شغف للحاجات دي. اه فحلو قوي احنا نكمل بعض كده. اديني بص مثل طيب. اقول لك، انا النهارده مثلا لو انا في تربية الاولاد، حلو. خلاص، اه انا راجل عندي شغف كبير جدا مثال يعني اني اذاكر للاولاد. مثلا. مراتي ما عندهاش شغف خالص تذاكر الاولاد، ده على سبيل المثال، مش حقيقة والنبي. خلاص. فلو احنا عندنا دول، لو انا عندي حد عنده شغف للحاجه دي، مم. هيقعد يعمل. لو هو مش هو شبهي، اه طب ما هو مين اللي هيعمل لدول الحاجه ايوه مثلا؟ ايوه طيب انا النهارده مثلا بعرف اقول كلام رومانسي بطريقه معينه، مم. ومراتي بتعرف تقول كلام رومانسي او بتتصرف تصرفات رومانسيه بشكل تاني. مثلا. احنا بنكمل الحكايه. لو انا شبهها في كل حاجه، شخصيتي انا مم. يمكن اتخنق. طيب انا هقولها لك انا فاهمه انت عايز تقوله وانت صح. مم. ماشي. انا يمكن بالنسبه لي كمل اللي هو لو حاجه ناقصه فبتكملها. انا مش اللي انت شرحته لي دلوقتي مش ان هي يعني هي بتحبك وانت بتحبها، بس هي بتحبك بطريقه وانت بتحبها بطريقه. صح. انتوا مش هي مش ناقصه، هي بتحبك. فاهم قصدي؟ اه لا يعني انا بس عايزه افرق بين ان اصل في ناس بتاخدها بطريقه تانية. مم. في ناس بتاخدها بطريقه، وده بصراحه القديم. يعني هو ده المفهوم اللي الناس كلها فاهماه. مم.
ان انا مثلا النهارده عشان اعيش عيشه معينه كست لازم استنى جوزي، ما هو اللي هيجيب لي. فهمت قصدي؟ دي نقص، ده نقص، ده مش شراكه. اه انا مش بتكلم برضو على الماديات، انا بتكلم على الحياه. اصل هي الشراكه خلي بالك بتكمله لبعض، يعني انا لما اروح اشارك حد في بيزنس اه فهو انت بيكمل بتلعب لك. دور وهو بيلعب دور، صح ما ده معاك. صح. بس مش، فهي شراكه. اه بس مش ان هو ناقص في حاجه فانت بتكمل. يعني انا اللي بحاول بقولها ايه، مش ناقص في حاجه فانت مش عشان عيب بتديها له. فيكي برافو فهو جاي عليك. يكمل مش العيب، قله حاجه لا فيه فانت لا بتديها له. لا. لكن هل هو، ما انا بقول لك، هل هو هيجي يمسك ايدي؟ ما هو النهارده مثلا زي ما انت بتقول، وانا مقتنعه بده، انه مثلا النهارده انا ممكن بعمل حاجه لو جه حد عملها معايا ممكن نعملها اسرع. صح. ما هي دي ممكن تبقى برضو واتقن وأط... واحلى. واحلى. اه طبعا طبعا. ده حتى لكن يعني. هل انا هعرف اعملها لوحدي؟ مم. اه. بس فهمت بقى؟ الرحله هتبقى ممتعه. بس هعملها. صح. ده اللي انا عايزه اقوله، انا ده اللي دايما بتكلم فيه. مم. لازم زي ما هو هيعرف، لان هو هيعرف يعملها وات ايفر ايه هي. فاهمه قصدي ايه؟ حسب ما هو اللي نفسه فيه. انت كمان اعرفي اعمليها. بعدين بقى انتوا الاثنين هتعملوها بلذاذه مع بعض لما مم. تيجوا تعملوها، او تختاري ان انت ما تعمليهاش وتخليه هو يعملها، ده حقك برضو. طبعا. وبعدين هو ممكن يكرر حاجه. دي الشراكه، ما هي ده التناغم، ده الاتفاق. مم. فاهم قصدي؟ مم. لكن افرضي هو مش موجود، لا مم. انت تعرفي تعمليها. طيب هو في فرق ما بين انك تبقي معتمد على نفسك سيلف اندبندنت مم. وانك تكوني منعزله عاطفيا او ايموشنالي ايزوليتد؟ اه طبعا. عارف امتى الواحد emotionally isolated؟ when he او she، يعني هي او هو ما يبقوش عندهم connection حقيقي اه مع نفسهم ومع حياتهم. اوافقك مش جدا. صدقني، مم. انا حسيت باللحظه دي مثلا، دي انا مم. لما كنت مش connected مع ايماني بربنا. كنت بس اسمي مثلا مسيحيه بس كنتش بعمل اي حاجه. في وقت مم. ما حسيت انا disconnected مثلا. ايه تعريف الايمان بالنسبه لك بتاع النهارده؟ ايماني بقى ده حاجه كبيره قوي في حياتي. يعني مم. يعني هو عمود عايده بقى، هو اصلا اساس عايده. يعني مم. هو الامل بالنسبه لي، مم. هو الامان مم. بالنسبه لي. مم. هو اللي بيحركني. مم. يعني فاهم قصدي ايه؟ مع ان انا برضو خد بالك انا مش واصله، يعني انا بس عشان الناس ما تاخدش فكره ان هو لا خالص. يعني انا لغايه دلوقتي بقاوح مع نفسي، مش عارفه اسلم زي ما بيقولوا. يعني مم. فاهم قصدي؟ نفسي اوصل لده. هو الامل، هو الامان، هو الرجاء، هو الرضا. مم. كلمه الرضا اللي في مفهومي انا السعاده. يعني انا لما حد يقول يعني ايه سعاده اقول لهم يعني رضا. يعني فاهم قصدي ايه؟ فهو كل ده بالنسبه لي، فبالنسبه لي هو الكور بتاع عايده. مم. ده اللي عايشه عليه، وده اللي بحاول اكبره، ده اللي عايزه ابنيه، ده اللي عايزه في وقت ما هو ما كانش كان كلمه. ما هو قد يكون اللي هقوله ده قناعتي الشخصيه، عشان اه مش مبني على اي ايوه. حاجه، بس هو مبني على خبرتي انا. ان كل ما زاد الوعي النفسي امم شفنا خبراتنا خلال السنين اللي فاتت، امم وبدأنا نشوف كم موقف كنا فيه تحت قوي وطلعنا منه. امم مش شطارة منا، ولكن امم ربنا طلعنا. انتي لما يبقى عندك شريك في امم حياتك امم كل ما بتيجي تقعي امم بياخدك من ايدك ويقومك، امم ثقتك بتزيد فيه. طبعا. مش معنى كده ان احنا لا نثق في خالقنا من لا لا الاول، طبعا. بس احنا بشوف ان واحنا صغيرين مم. كنا بنؤمن بربنا بطريقة، وفي فرق بين بنؤمن بربنا وبنعبد ربنا. صح العبادة بنصلي لربنا صح. وبنصوم لربنا وده بنعمله واتعودنا عليه من واحنا مم. صغيرين. مم. لكن في فرق بين ان هو ايماننا بيجي بالثقة اللي بتحصل كل لما بنيجي نقع. مم. عشان كده انا النهاردة بفكر لو حصلت حاجة مم. بتحصل مم. بقول اللي شالني منها واصعب من كده قادر انه يشيلني من طبعا. كده. وده بيبني على الوعي مم. اكتر مم. والسن والخبرة. وانا شايف ده انت بتقولي نفس الكلام مم. رغم ان احنا دينين مختلفين، صح طبعا. بس ما هو نفس الله. برافو عليك. الله مش مختلف. والايمان بالظبط، وايمان وده الاتصال بقى. مم. يعني قليل قوي لما هتشوف انسان مؤمن بجد، مش كلمه، يعني مش عنده دين، مؤمن زي ما انت قلت بيعبد وبيؤمن وعنده ايموشنال ديسكونكشن. لا صح يمكن. صح. لا يمكن. قليل قوي. حلوة قوي الفكرة الكلمة دي، قليل صحيح قوي، قليل قوي قوي قوي. صحيح. فده ملاني، ما بقتش معتمده. وده برضو عشان الناس بتفتكر هو انت ما بتحسيش لا طبعا بحس بالوحده. مم. which is emotional يعني مم. بحس فجاه في ايام بتعدي عليا احس ايه ده، انا مين، انا فين، انا ليه، انا كل ده. بس دي لحظه.
مش حياه يعني. فاهم قصدي؟ زي ما ساعات، زي ما انت بتصحى ساعات ممكن تحس انك النهارده يوم انا متضايق، طب ما ايه يعني، ما ده مشاعر. فاهم قصدي؟ بكره هصحى مبسوطه، بكره حاسه مش عارفه ايه. وبعدين فدايما اقول لهم هي مش بكثره الناس، ومش بكثره العلاقات، ومش بكثره الحاجات اللي بنعملها، هي بالحقيقه الحاجه، وحقيقه الحاجه اللي عندك اللي متصله معاها، اللي هتحسسك بعدم الوحده وبعدم الايموشنال ديسكونكشن اللي كنا بنتكلم عليه. يعني بالناس يعني انا مش ماليه حياتي بصحابي، فمش بالتالي انا مش عايزه شريك، لا، ده احساس وده احساس. بس انا عارفه وشفت وصحابي قدامي، يعني دي تجارب حقيقيه مش عايده بتتفزلك، ناس بتبقى متجوزه وحاسه بالوحده طبعا. بس، وده في يوم، وتاني يوم مم. عادي الحياه بتكمل. مم. فهي ملهاش علاقه بالستيتس يعني. فاهم طبعا قصدي؟ هي طبعا. بتبقى حاله اه. هتطلعي منها، اطلعي مم. بقى. فعشان كده برجع اقول لك، انت فاكر لما سالتني بتقولي هو لازم حد يتجوز؟ مم. لا، مش مم. لازم. مم. هل هي حاجه جميله؟ هل هي حاجه لذيذه قوي يعني؟ مم. فاهم قصدي؟ لكن لازم لا، ايه اللي لازمها؟ هو انا عايده، مين اللي بتقولي له او تقولي لها ما تحسي بيا بقى او تحس بيا بقى؟ انا بقولها ربنا كتير على فكره، مم. كتير لحد دلوقتي. ساعات كده اقول له لما ببقى جايبه مثلا اخري في حاجه، اقول له مم. طب انت شايفني ولا مم. طب حس بيا شويه يعني. ها، مم. فانا بقولها ليه هو كتير. مم. لسه امبارح متخانقه مع صاحبتي وقلت لها الكلمه دي، مم. كانت صاحبتي قوي انتمتي يعني، قلت لها ما تحسي بيا شويه. ربنا هيحس بيكي طبعا لانه هو اللي لا خلقنا. طبعا. بس انت مؤمنه ان في حد، او مصدقه ان في حد ممكن يحس بيكي، ممكن يفهمك، اه لكن هيحس بيكي، عشان يحس بيكي لازم يبقى. طب هقول لك حاجه، ما اه. اعرفش، يمكن دي حاجه اوفر ريتد يعني، بس انا اه. بحس امي بتحس بيا. اوكي. ما اعرفش ازاي. بتحس يعني، ممكن تتوجع معايا، ممكن اه. يعني لو انا بعيط النهارده هتقعد مم. تعيط جنبي، مش مشاعر، هي موجوع هي كمان يعني. مم. امي كده قوي. مم. لو انا فرحانه قوي على اي هبل هتفرح معايا على اي هبل يعني. دي يمكن مم. اكتر واحده بتحس بيا. مم. بتحس بيا. مم. عايده، امتى قلتي enough is enough done؟ كتير. بس في 3 لحظات اتكلمت عنهم اللي انا بسميهم حتى، ودايما بعملها في السيشنز مم. بتاعتي، اسمهم I'm done moments. I'm done. I'm done. مم. It was a moment in my life. مم. هما كانوا اكتر 3. حصل شيفت كده، عارف اللي هو، لا هو مش بس I'm done، هو انا هغير يعني. كلهم فيهم رجاله ولا واحد فيهم راجل؟ لا هقول لك، علاقة يعني. راجل سبب في الموضوع. لا لا. علاقه، مدير. ابويا في وقت يعني، مش اه. ابويا، مش قصدي امضان منه طبعا، لا اه. ربنا يخليه ليا. بس كان حصل له حاجة في مم. حياته خلتنا يحصل لنا حاجة في حياتنا. مم. فاهم قصدي؟ وكانت مامي جاية، كان فاكرة، وامي جت قالت لي وقتها عمرك في حياتك ما تبقيش انت ست بتشتغلي وتعتمدي على نفسك. فاهم مم. قصدي؟ فحسيت جوايا، جات لي كده اللحظة دي وانا كنت لسه صغيرة، كنت لسه في الجامعة. مم. فقلت لا، هو انا I'm done ان انا ابقى dependent عليهم حتى. اه. فاهم قصدي؟ فدي كانت مثلا ليها علاقه بيه. عدم جوازي في المجتمع اللي انا فيه وانا مم. عندي 30 سنه، طبعا النهارده 40، بس انا مم. هو الموضوع ابتدى من بدري قوي. مم. كان بيوجع. انا كنت بتوجع يعني، كنت دايما لما احس انه ايه ده. فاهم قصدي؟ ايه ده. واهلي ومامتي. وتروحي افراح وتتعزمي في افراح برافو وصحباتك عليك. وايه ده، هو انا لا ولا. وبعدين انت بتتعزمش وبس، انت بتتعزم وبتتسأل. طبعا. امتى هنفرح بيكي؟ بالظبط. وتلحقي تمسكي الورد اللي وبسوقها بيترمي. واجري يا مسكتي بنتي. كام مره ايوه ورد؟ كتير. الاندان مومنت كانت واحده ست، دايما اه. بحكي القصه دي بس هي ده حقيقي. مامة واحده صاحبتي، وكان في فرح، لا ما كانش فرح، سوري، كنا في مكان في بيتها، وكنت عند صاحبتي وكنت بحكي لها حاجه، فقالت لي لا بس انا ما اتمناش ان بنتي تبقى زيك، عشان انا مش متجوزه. دي كلمه صعبه. قوي. دي كانت امضان مومنت. روحت البيت عمري ما حسيت بجرح قوي كده يعني. وبعدين بصيت لنفسي في المرايه وقلت هو انت ليه زعلانه؟ انت زعلانه عشان هي قالت لك، ولا انت مصدقه في اللي هي بتقوله؟ وواجهت نفسي وقلت لا، عشان انت مصدقه في اللي هي بتقوله. هي مش هي قالت لك كلمه، لو الكلمه دي انت مش مؤمنه بيها ما كنتش حسيتي بيها. انت مصدقه ان انت مش عايزه حد يبقى زيك، عشان انت مصدقه انك قليله. ودي was an I'm done moment in my life where ان انا قلت لا، enough is enough. انا لازم افهم ليه الموضوع ده، انا I have to let it go، ان ده بيحددني. وابتدت ثقتي بالنفس من هنا تتبني، من هنا انه عايزه افهم ازاي ابني ثقتي بنفسي من موقف زي كده. موقف زي ده. دي حاجه عظيمه جدا. ودي كانت حاجه راجل يعني بعتبرها اه. هو السبب انه ما جاش وقت.
انت عارفة، بتحصل ساعات في حياتنا بنشوف حد واحد بيغير حياتنا من اه. غير ما يعرف. مم. انا في يوم من الايام اتعرفت على شخص شفته 3 ساعات في حياتي. انا مش فاكر شكله دلوقتي، مش فاكر اسمه، بس فاكر ال3 ساعات قعدتهم اللي معاه. قعدتهم معاه. ال3 ساعات دول هو ربنا بعتولي انه سبب انه يغير حياتي مم. 180 درجة. مم. هل انت شفتي شخص مم. في حياتك غير حياتك 180 درجة للأحسن؟ هو مش شخص، هو شخص، بس هو حاجة حصلت للشخص، امم. لو اقولها لك كده يعني. مم. وبرضو كانت فترة من اصعب فترات حياتي. كانت انتمتي، امم. الله يرحمها، ماتت، توفت الله يرحمه. بسبب الكانسر. امم. هي شخص امم. عاشت، يعني وانتمتي من واحنا عيال، يعني فاهم قصدي. فلما شفتها بتمر بكل الألم ده، امم. وبعدها ان هي تروح، وبعد فاهم في سن صغير، وبعد كده اشوف اللي حواليها ازاي تعبوا، يعني الحياة المأساة اللي عشناها بعد ما هي راحت وتأثيرها عليا انا بعدها، فوقني كلمتيها بعد كده؟ كنت بتقعدي كتير. تتكلمي معاها؟ لغايه دلوقتي بكلمها. امم. وعلى فكره هي دايما اقول لها انت السبب في ان في حاجات كتير قوي كويسه بتحصلي دلوقتي، منها امم. هي حاجه تضحك يعني. منها امي بطلت من ساعتها امم. تعمل اي سوسايتي بريشر كايند اوف انه اه. هفرح بيكي امتى، ولا انت اعملي كده، امم. ولا حتى في اي حاجه اللي هو نظام تقارني باي امم. حاجه زي اي ام يعني. لا دلوقتي مامي اي حاجه اللي انت عايزاه، اي حاجه اعملي اللي انت. الحياة بتصغر قوي بالظبط كده. وقتها. وعلمتني انه طب ما هو هي مش هي تبع المجتمع كان عندها كل حاجه. هي كانت عامله، هي كانت كل حاجه بجد يعني، شاطره وناجحه ومخلفه ومتجوزه وحياه حلوه وفي دبي يعني، the typical check list you know what I mean. وراح يعني وراحت، فاهم امم. قصدي. وبروبلي كان جواها حاجات كتير لسه هتعملها وما عملتهاش. مثلا. ده اكيد. امم. آم، طب ما هو امم. يعني يعني هي دي كانت الانسانه اللي خلتني ارفلكت كتير قوي في حياتي. ولحد النهارده بتقعدي تتكلمي معاها، اه. وهي ما زالت صاحبة أكبر فضل في تغيير جواكي يس. كبير. كبير قوي. وإيه التغيير مرة واحدة اللي امم. خلاكي النهاردة جت منين؟ انت مين بقى؟ امم. ومرة واحدة طلعت لنا على السوشيال ميديا. شو. أنا بوم. أنا أنا ليه بقلب كده ألاقي عايدة؟ عايده في وشك. أنت عارف أول فيديو شفته ايوه لك قولي إيه؟ ايه. ال AIDA. اوكي. اوكي. أنا دارس ماركتينج، اوكي. خلاص؟ اه. فال AIDA اه. اسمها الأيدا رول. هو في صح، هو في عايده ميثود بالماركتينج. اللي صح. هي احنا بنسميها الايدا رول، اللي ايوه هي صح. الاي للاتراكشن، صح. الاي للانترست، امم. الدي للديزاير، والاي للاكشن. وعشان نفهم الناس، هي في التسويق اهم حاجه الاول ان احنا نجذب انتباه الناس، امم. نخلق عندهم الديزاير او الحاجه للموضوع، وبعد كده لا، او الانترست الاول يبقوا انترستد قوي مهتمين. بالمهتمين بالموضوع، وبعدين الديزاير يبقوا عايزين رغبه. يشتروا، صح. ندي الاكشن صح بقى، كده. يلا نشتري. صح. انت بقى لقيتك ضربلنا حته تانية خالص. قانون تاني خالص. صح. فانا فتحت مين اللي بتقول اه. غيرت القانون وعملت قانون باسمها، ايوه. ايه الجراءه دي؟ اه. وبعدين سمعت القانون، طب ما هو ميك سنس برضو، ماشي حال. وبعدين لقيتك طالعه وراكي كلمه انت مين. صح. هو انت مين؟ انا لما سالت نفسي السؤال ده اول مره يبقى في سؤال عندي ليه اجابات كتيره، اه. وولا مره ولا واحده بتبريزنت مي، يعني شايف ان انا حاجات كتير، اه. بس هل انا عندي ستيتمنت طويله كده؟ بتاعتك. لا. انا في شغلي اه. بخلق ستيتمنتس لكل الناس امم. الكلاينتس بتوعي، امم. لكن لما جيت اجاوب على السؤال ده لنفسي، امم. لا، ده براند. انا النهارده كل واحد فينا براند. صح. الستيتمنت بتاعت البراند دي ايه؟ الفيجن والميشن، الرؤيه والمهمه والحاجات. لا 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 لا، ده موضوع كبير. امم. ايه اللي خلاكي مره واحده تقرري انك في الايدا رول؟ ايوه. وليه طلعت لنا على السوشيال ميديا؟ صدقني يا محمد، يعني هي قصة جميلة، بس هي فعلا مش ما كانتش مقصودة يعني خالص. بسبب صاحبتي، الله يرحمها، كنت عايزة وده من 2021، يمكن أكتر من 2021، يعني هي بقالها شوية. قررت إن أنا عايزة أساعد وقتها أخلي الستات تبقى عادي باختلاف حياتهم. فابتديت حاجة اسمها انت مين.
اختراع ملوش اي حاجه، وما كانش ليه علاقه بيا خالص، وكنت عايزه اقابل بنات كتير، ده كان الهدف يعني، فاهم؟ ما كانش لسه بقى فيه ولا بودكاستنج ولا، وكنت في دبي. وقلت ايه، انا هبتدي باصحابي، هعمل معاهم انترفيوز يحكوا قصص حياتهم كست يعني، واحطها على انستجرام، واحطها عشان الناس تشوف ان عادي، دي واحده من كانت صاحبتي مثلا، واحده كانت متجوزه واتطلقت وعدت بيا، بس هي كويسه، فبصوا يعني، فاهم قصدي؟ وابتديتها كده طبعا مع شغلي ومع حياتي ومن غير فيجن واضحه وكده، ما مشيتش. فلو ابتديتها في 2021 انستجرام بيج، قفلت يمكن بعدها بشهرين 3، اوكي. وخلاص ونسيت انت مين دي، اه قفلت تماما، ما كنتش يعني، وكملت حياتي دي عادي في شغلي وتمام ومية مية، نايس. فاهم قصدي؟ ولا ظهرت يعني، فاهم؟ وفاكره الالوان واللوجو والحاجات دي من وقتها، من 2021 كلمت ايجنسي واحده صاحبتي في مصر، كانت لسه هي نفسها باديه، فقالت لي هعملهم لك كده يعني ب 3000 جنيه، فاهم قصدي؟ وعملتهم وقتها من 2021 وخلاص، ونسيته اصلا انت مين ده، قفلته لاني ما عرفتش اكمل. أم... لما ابتديت انا بقى اللحظه بتاعتي انا، اللي هو ايه اللي بيحصل لي في حياتي، طب انا مين، طب انا بجد مين، فاهم؟ انا بحب ايه وايه وايه، والجيرني بتاعتي دي. لقيت في مره في يوم كنت قاعده مع بزنس منتور، على فكره كان منتورشيب يعني، انا برضو بقى دايما اقول لهم انا نفسي اي ونت ا لوت للمنتورز، طبعا. محدش ما هي مش وحي ينزل لي يعني، فاهم؟ أم، فجاه في يوم لقيت نفسي، لا هو انا عندي حاجه عايزه اعملها ومش عارفه اعملها طول عمري. القوه بتاعتي دي اللي بتطلع ساعات نيجاتيفلي، ازاي اخدها واحطها في حاجه صح، لان هي جوايا قوه، جوايا طاقه قوه، ببقى عايزه ازقها وساعات بتطلع غلط، فانا عايزه احطها في حاجه كويسه. واكتشفت ان انا فعلا نفسي اقوي الستات، بسبب بقى اللي انا عشت فيه، اللي هو فكره ان انت تحبي حياتك، مالكيش دعوه بالمجتمع لو بيقول لك حاجه انت مش حباها. فاهمه؟ بطلي موضوع الجواز ده، انسيه خالص لو هو مضايقك يعني، لان في ستات كتير قوي مضغوطين من الموضوع ده. قومي فوقي، روحي اشتغلي يعني، الحاجات دي. فابتديت اعمل ايه، فتحت التيك توك. اوكي. مفيش انت مين، اه 2024 الكلام ده من سنتين يعني. فتحت تيك توك. فاهم قصدي؟ وليه تيك توك؟ عشان برضو البنات والستات تعرف، لان انا لو واحده بعرف احط مايك ولا اعرف اعمل بيوتيفul بيكتشرز، فاهم قصدي؟ ولا اي حاجه. والتيك توك لذيذ يعني، لو الناس عارفه تيك توك، تيك توك بتفتح الكاميرا كأنك لايف. اي. وابتديت اتكلم عن مشواري في حياتي كست بتشتغل في شركه في الاول خالص. اوكي. لقيت طبعا تفاعل كبير قوي من الناس، لانهم عايزين يشوفوا صورة الست اللي بتشتغل في الشركة، المديرة شوية اللي بتعرف تدير، لا 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 لا. كملت تيك توك، وبعدين ابتديت بقى اخد انجلز مختلفة عشان اتكلم في الحاجات اللي عايزة اتكلم فيها، لان ما كانش هدفي بس كان شركات وشغل وكده، كان عايزة ست امباورمنت، تمكين الست، فاهم قصدي؟ فكنت بتكلم مع الستات في الشركات والشغل وبتاع، وبعدين ابتديت اتكلم بقى في فيديوهات بقى اللي هي ضربت جامد قوي وقتها، كانت اللي هي الفيديو اللي اطلع اقول مثلا يوم في حياه ست. دي كانت فيديوهاتي بتبتدي كده، يوم في حياه، كنت بعمل فلوج يعني. يوم في حياه ست، وقتها عندي 39 سنه، مش متجوزه ومش مخلفه ومش عارفه بعمل ايه. كسر التابو. اضرب بقى في 5 مليون و3 مليون و10 فاهم؟ ما خلاص بقى انت داخل بقى في، وطبعا رجاله تخش تشتم وستات مش عارفه ايه، فخلاص فتحت الرجاله الباب. تشتم ايه؟ انت بتحرضي الناس على ايه، انت فاكره نفسك انت ماشيه عكس الحياه، انت من سنه الحياه اللي هي الحته دي. انت فاكره ايه، بكره تموتي لوحدك، طب انت هتموتي لوحدك؟ لا ميني انا مان. عايز اعرف الناس بتستفيد ايه لما تكتب كده. اي ثينك بتبقى خوف رقم واحد، لان في نوع من البشر، وفي مع الاسف رجاله اكتر من الستات بتخاف لسه من الستات دي. وهقول لك ليه، هي مش خوف عشان ضعف راجل خالص، مفيش حاجه اسمها كده، بس هو احنا نتعامل مع الست دي ازاي. ما هو انا طول عمري متعود اتعامل مع الست بطريقه معينه زي ما انا اتربيت، وزي ما قالوا لي ان دي رجولتي، فاهم قصدي ايه؟ طلعت لي ست بتقول لي انا مثلا، انا عايزه اشتغل برضو، وانا عايزه اعمل، ومش شرط اخلف دلوقتي وما اعرفش في يعني ليها اتس ديفرنت تايب اوف لايف ناو، فاهم قصدي؟ مش كل الرجاله بتحب دي، ومش كل الرجاله بتعرف تتعامل مع دي. فلما بيشوفوا ست النهارده بتقول لهم انا النهارده اشتريت بيت بتاعي، وانا نازله اشتري مش عارفه ايه، وانا رايحه اجيب حاجتي، وانا طالعه اسافر ومش محتاجه حد يقول لي روحي فين والبسي ايه واعملي مثلا، انا بديك الحته اللي هو يعني تابو شويه، طبعا مش هي دي القوه، انا بدي بارت منها. لا بيكشوا، فاللي هو انت بتحرضي الناس على كده. يعني انا في واحد مره اخد الفيديو بتاعي
كان من انجلترا وانا ما اعرفش، وحطه على فيسبوك. كشف رئيس جمعيه مش عارفه مين، بكلمك جد يعني، وانا عرفت من الناس، انا مش متابعاه. لطيف و... قوي. ونزل فيا شتايم، وبصوا العانس اللي بتحرض على فلقيت الستات كلها داخله بتقول الحقي يا عايده، الحقي يا عايده، بصي بيعمل ايه. اه بس انت مالك؟ طب انت مالك؟ انا اه حر، انا اه عانس ومبسوط، انت مالك؟ يعني فاهم قصدي؟ مم. خوف 100% خوف. و وان ده مش التقليدي، فانت بالنسبه لك برضو بتتكلم في حاجه مش تقليديه، فهو بالنسبه له انت بتعملي ايه يعني فاهم قصدي؟ انت شايفه في القويه امم ما تبقاش رقيقه؟ انت قصدك انوثه بتهيالي، صح؟ لا قصدي رقه، يعني ايه رقه اصلك طيب؟ اصلك الانثى انثى اه خلاص. صح. يا اما تبقى قويه، يا اه اما تبقى ضعيفه، صح يا اما تبقى رقيقه، صح. يا اما تبقى ناشفه. اه رقيقه يعني يعني ايه ايه؟ رقيقه؟ يعني بتسمح لمشاعرها اه ان هي تخرج بشكل امم للراجل امم مختلفة عن مشاعر الراجل لما يخرج للست. صح ودي نقطة مهمة جدا، يمكن جدا. انت قاعدة تتكلمي مع راجل. ايوه فانا هقولك لما انا بيبقى قدامي واحدة ست، مش مفروض بالنسبة لي انا انك تحس انك بتتكلم مع صاحبك يعني. بالظبط كده. طبعا. بالظبط. طب زي ما انا برضو مش هبقى عايزه اتكلم مع صاحبتي يعني. نفس الفكرة. صح. قعدت بقى بصيت ضوافري تخيل ايه بقى، بقى، بصي بقى انا ولا مش انت، عارف لا ده انا ممكن اه اموت. خلاص. طبعا فاذا هنا انت عايزه الراجل رجولته، طبعا. ورجولته هنا مش في حولته ولا بيلعب لا ايه ولا، انت لا. عايزه ان هو الشيء اللي مش موجود عندك. صح والعكس صحيح. صح. هل ده ليه علاقه انك تبقي قويه او لا، ضعيفه؟ وده اللي انا بقى دايما اقوله. في امم راجل قوي وفي راجل ضعيف، مم. وفي ست قويه مم. وست ضعيفه، والست القويه مش مسترجله، يعني دايما اقولها ايوه. لهم كده، خدوها ولا الراجل كقاعده. الضعيف ولا هو واحده الراجل، ست. برافو عليك، اه في ده شخصيه. مظبوط. فاهم قصدي؟ فلا، ما بحسش ان الراجل القوي، ست قويه ما ينفعش تبقى رقيقه. مم. بس فكره الرقه معينه اللي هو رقه المجتمع المصري، اللي هو ايه، ما هو انت كده انا سالتك، فاهم قصدي؟ اللي هي الرقه بتاعت اللي هو يكلمي كده عشان ما ينفعش تطلبي عشان انت عيب ست، ما ينفع. لا، انا بالنسبه لي دي مش رقه مم. ومش ضعف، بس هي مم. مش رقه. مم. يعني فاهم قصدي؟ انا هقول وقت ما اقول حاجه مش عجباني، اه هتكلم بالطريقه اللي لا، انت ما تعجبني. ينفعش تقولي حاجه مش عاجباكي، انت لازم تسمعي كلامي تسمعي انا كلام بس. بالظبط. آه تستني الحاجه تجيلك مش عشان انت ست هتشتغلي، انا جميل. انا اللي المفروض بصرف على البيت، انت ما لا حتى سيبك تشتغليش. دي، يعني انا مش هخش اكستريم، بس اللي هو لا ده موجود. ما انا عارف، انا عارفه ده اه ده موجود، بس موجود. بس يعني يعني انا بالنسبه لي ده ضعف، بس يعني انا بقول لك الرقه، فاهم قصدي؟ ضعف ولا هو بيبقى شايف ان هو ده واجبه؟ ما هو انت برضو التابو اللي انت كسرتيه مم. ليكي، مم. في الرجاله برضو عندهم اتربوا على ما انا حاجات. مش كده بقول لك، اه بس هو مش غلطته. لا مش غلطته، لا مش بس هو غلطته. شايف ان لا، الست ما تتجوزش ده ما سوري ما تشتغلش. تشتغلش. انا انا اللي المفروض، البروفايدر. ولو انا ما صرفتش عليها وما مم. تحملتش مسؤوليه يبقى انا البيت. مش راجل، اه صح؟ وده على فكره ده لحد ده يعني، انا مش عايزه حتى اقول لك ده ايه ده، لا هو ده هو ده يعني، حتى في بيتنا احنا ده كده، يعني فاهم ايوه، قصدي اصل هي يعني. عايزه تتستت ايه وتقعد في البيت. ايوه. يعني ايه تتستت؟ يا واحده ست تتستت يعني، ايه يعني تتستت هو فعلا. الترمينولوجي حتى الترمينولوجي غريب بالظبط صح؟ بالظبط. على فكره انا برضو مش ده يعني عايزه اقول لك انا مش بهاجم ده. اه يعني الناس كتير، صحابي انتي يعني، امم مش شلتي، يعني نفس امم المجتمع اللي احنا عايشين فيه، دي حياتهم وهي بتشتغل، هي حره. فاهم قصدي ايه؟ ودايما اقول لكم انتوا حرين. انا بس مش عايزه ان انت تبقي ست مش عارفه تقفي على رجليك، يعني دايما ده حتى في فيديوهاتي، يعني فاهمه اقول لها ايه، اقول لها انت النهارده عشان ابقى شريكه، انا مقتنعه بالشراكه، فلو انت عايزه تبقي شريكه، طب انا هديك ازاي وانا مش عندي؟ يعني ده انت بتقومي الستات على جوازهم. طب انا اه فهمت الكلام اللي انت بتقوليه ده للستات اللي مش متجوزه. اه واحده متجوزه اه ونفسها تشتغل وما بتشتغلش، اه وجوزها قال لها ما تشتغليش، اه قامت شايفه فيديو عايده. حصلت لي مره، تصدق؟ وكلمني جوزها. ايه ده ايه ده، انا عايز اسمع الحكايه. لا لا لا، انا اسمع الحكايه دي انت من قومتيها الاول. عليا، طب كلميها. لا لا كلميها، انا مش عارفه كنتوا الاثنين. لا مالكيش دعوه، بتحصل. انت طلعت لها اه قلت لها طلعت لها، الكلمتين دول. اه. ايه الحكايه؟ لا، بتحصل يا محمد، بس ما انا مش عارفه هو بيبقى الخلل، هو بيبقى السبب مين، عايده، كلام عايده، ولا هي السبب انه الايكويشن كانت غلط اصلا من البدايه؟ ما انا ما اعرفش. ما هو انت لو انت مقتنعه انك صح، يبقى انت مش هتتهزي بكلام عايده برضو. بس لو انت في حاجه في مخك بتلعب وجت عايده داست عليكي، فحسيتي انك فوقتي، يبقى انت اوريدي جواكي مش مقتنعه، يبقى انت اخدتي اختيار غلط من الاول، او يعني محتاجه تسورتي اوت الايكويشن بس معاه. الراجل شايف ان عايده بتقول حاجه غلط، اه والست مراته كانت عايزه تعمل حاجه غلط، اه
فعايده قوتها على الغلط. ايوه بس هي كانت عايزه، يعني انت يعني كتمها يعني يعني عشان كان عايز تعمل حاجه غلط. بالنسبه له. بس طبعا. هي لا، فهو ده بقى التناغم. فين آه. التطابق بقى اللي ايوه بنتكلم؟ يبقى دي علاقه غلط. انا شفتي بقى، اديك طلعت طب ما انا لها. بقول لك يا محمد، ما اه هي دي بجد، ما عشان كده لما جيت لما قلت لي قلب ولا عقل، ايوه ما هو ده التطابق. هو يعني اه ايه تطابق؟ هو التطابق مش ان انا عندي 100,000 جنيه وانت عندك 100,000 جنيه، لا. اه التطابق ان احنا افكارنا والمبادئ بتاعت الحياه مم. والرؤيه بتاعت الحياه واحده. لو انا النهارده حبيت واحد وهو حبني وكل حاجه متناغمه، ان يعني اجتماعيا احنا حلوين وفاهم وشبه بعض بس انا شايفه مثلا حاجه معينه في طريقه الحياه وهو كومبليتلي شايف العكس، مفيش تناغم، مش هنعرف نعيش مم. مهما نحب بعض. وشفتها، انا ما عشتهاش عشان انا ما اتجوزتش، بس انا شفتها بعينيا. ناس اتجوزت عن حب مم. وعن مجتمع، نفس المجتمع والدراسه والعلم لكن مش نفس الحياه، طلقوا. مم. يعني لان خلاص انت ما انت بقى انت يعني انت متجوز، انا متجوز. انت هتبقى عارف، هتبقى فاهم مم. قصدي. هل طريقه الحب بتاعت وانت زمان زي النهارده، ولا انتوا بينكم؟ لا لا طبعا. طب خلاص. فلو الباتر فلايز زي ما بيقولوا اللي هي الفراشات بتاعت مم. العشرينات مم. بتتقلب حاجه تانية خالص مع الحياه. ومش حاجه وحشه ولا لا حلوه، حاجه مختلفه. بالظبط. بتيجي نتيجه خبرات وتجارب مع بعض حصلت كبرتوا مع بعض ونميتوا مع بعض. والدروبس. انا بقول دايما ان من الازمات مم. بتقوى العلاقات صح او بتنفصل العلاقات، بالظبط. لان بتبين الناس على حقيقتها. انا عندي صحابي بدون قطع كلامك، انا اسفه، صاحبتي كتير، لما في صحاب كتير عندي اتطلقوا، لما بقول لها اتطلقتي ليه تقولي بالانجليزي احنا وي اوت جرو ايتش اذر. صح. كل واحد كبر، مم. بس كبرنا في طرق مختلفه. ولو عرفوا بعض النهارده هم نفس الاتنين مش هيتجوزوا. لا يمكن، ده مم. لا يمكن. مم. فهي دي ده بقى، ما هي معناها كان المشاعر موجوده، فاهم مم. قصدي، وكانت ممكن تقعدهم. لا مفيش مم. حاجه قعدتهم. مم. مش كده بقول لك التطابق مهم. فلو انت النهارده مقتنعه انك كنت المفروض تبقي بتعملي حاجات معينه ما عملتيهاش غصب عنك بقى، ولا كنت مقتنعه، ما اعرفش كان ايه السبب. هل ده عايده ولا ده كان انت وفوقتي؟ ما انا ما اعرفش. انت بتخوفي الرجاله؟ اه. انت فرحانه انك بتخوفي الرجاله؟ لا صدقني. بس انا قلت مره حاجه مم. في احدى برضو الانترفيوهات بتاعي، قلت لها كده، قلت لها وانا بخوف مين ده بجد؟ اه الراجل. انا في وجهه نظري، وجهه اه نظر عايده، الراجل مم. ما بيخافش. مم. أنا بقولها لك من اخر. مم. يعني انا ابويا واخويا ما بيخافوش، فاهم اه قصدي. اه وقابلت رجاله بعرف اتكلم معاها، يعني فاهم مم. قصدي. اللي هيخاف مني، هل مم. هو ده الراجل؟ معرفش، question mark، انا بحطها كده، مم. ولا ده ولد مم. بوي. الستات بتخاف منك؟ فيه. اه انا عامه الحاجه اللي مع الاسف وبكرهها في نفس، صدقني بكرهها، مم. بدي لقب واحد اللي هو الانتميديتنج بقى، انتميديت اللي الناس. هو تزرعي الرهبه في اه قلوب الناس. وعلى فكره مأثره سلبي في شغلي، اه صدقني، وبعترف يعني، بتكلم عليها علني، حتى بتكلم مع التيم بتاعي مم. علني فيها. طب ما انت طالما طلعتيها بره وقلتيها للناس، فالناس مش هتشوفك كده. ما انا بقول لهم بقى كده، طب انا بقول لكم ان انا مش قاصده، يعني اه بقعد بقول لهم من قلبي اه انا مش قاصده. بتطلع ممكن في طاقتي، بتطلع في صوتي، بتطلع في نبرتي، بتطلع في مشيتي، فاهم قصدي، بس صدقوني مش نيتي. فاقولها اوكي. كده. فدايما اقول لهم كده، في ناس بتقبل، دي بقى الناس اللي بتخش جوه وتفهم عايده، وفي ناس تقول لك لا، ما مش عايزين، خلاص اوكي fair enough. عمرك اتعلمتي حاجه من طفل صغير؟ عمري ما عمرك عمري اتعلمت اتعلمتي حاجه؟ اتعلمت حاجه من طفل صغير، بفكر استنى. مش، لا مش حاجه قوي مركزه لها، يعني بفكر في بنت اخويا دلوقتي عشان دي اقرب طفله ليا. مم. هل مثلا في حاجه معينه علمتها لي؟ الاطفال بيبقى عندهم نقاء اه وبديهيه اه طبيعي. اه ساعات انت بتشوفي ده، الله ايه ده، انا ما جاش على بالي ابقى طبيعيه قوي مع نفسي كده، او اه ابقى نقيه كده. اه في حاجه كده؟ لا مش عارفه، ما حصلتليش كده، بس دايما اقول يا ريت يعني يعني دي حاجه حقيقيه وعشتها وعرفتها لما عملت ثيرابي. مم. مره الدكتوره بتاعتي اللي انا بعمل معاها ثيرابي قالت لي غمضي عينك كده، وقلتها مره في فيديو وشوفي كده عايده الطفله او الزمان قبل ما تخش الجامعه مم. وتتلوث بالحياه، كان نفسها في ايه. مم. كنت دايما لما اغمض عيني اقول افتكر اشوف عايده كانت نفسها تبقى مذيعه مثلا، كنت دايما امسك مايك وابقى نفسي اتكلم معاها. وده اللي خلاني ابتدي تيك توك، من ضمن الحاجات اللي زقتني، قلت ما اعمل الحاجه اللي كان نفسي فيها. النهارده السوشيال ميديا فتحت لنا ابواب مم. نعمل حاجات ما كناش ينفع نعملها من ادينا قاعدين اهو. مم. برافو عليك. مم. فدي يمكن عايده الطفله. مم.
فاهم دي عاده قصدي؟ الطفله اللي انت خدتي منها حاجه كملتي بيها. فبحس صح، انت صح، انه بيبقى النقاء بيبقى فيها اوثنتسيتي زياده عن اللزوم. اسالك سؤال ما تسالش قبل كده خالص. شايفه نفسك فين يا عايده بعد اه مش شوفي، مش هنقول ال5 سنين الكليشيه اللي الناس بتقولها، فاهمه قصدك. ولكن هل عايده شايفه نفسها امم بعد فتره من النهارده امم بصوره واضحه، اه ولا لسه الصوره مش؟ لا، شايفه عايده وماشيه، يعني ماشيه في اتجاهها. نفسي في عايده اللي هي بتخلق، مش نفسي اوصل لعدد كتير من الناس، مش عايزه اقول بس الستات، الناس عشان الناس ما تزعلش، بس هي اكتر الستات. عايزه اعمل امباكت معاهم، عايزه فعلا اغير حاجه جواهم، يعني فاهم قصدي ايه؟ فدي عايده اللي انا شايفاها واقفه بتتكلم معاهم، بتقويهم، ماسكه ايديهم، بتديهم امل في حاجه، بتوريهم حاجه ما كانوش شايفينها، عشان يبقوا هم احسن نسخه من نفسهم. نفسي نوصل يا محمد للناس، راجل وست، ان احنا بجد حقيقي ومش كلام بنقوله في السوشيال ميديا، ان احنا نآمن ان كل واحد فينا ليه نسخة حلوة قوي لازم نوصل لها. فاهم قصدي؟ فنفسي اوصل المسج دي. فنفسي بقى عايدة بتاعت المستقبلية تبقى مركزة ان هي توصل الصورة دي عن طريق بقى وادر سوشيال ميديا، عن طريق انت مين، عن طريق معرفش، يعني فاهم قصدي؟ ما عنديش الاكزاكت باث، بس نفسي اوصل لده. انت النهارده كام من 10؟ انا النهارده كام من 10؟ يعني على طول بدي نفسي الرينج ده، بتاع مثلا ممكن اقول 6-7 من 10. في حاجة تانية عايدة بتعملها غير اللي الناس تعرفها قدام مم. الكاميرا؟ حاجة هواية انت بتعمليها لما بتبقي سوبر ستريسد ومضغوطة جدا بتروحي تعمليها كده؟ هما اللي الناس مش عارفاه ان انا بجد ما عنديش هوايه، عشان دايما برضه يفتكروني ان انا واحده بقى عندي، يعني فاهم قصدي؟ لا، ما عنديش هوايه، ودي حاجه والله يعني عايزه استكشفها. بس انا بحب الرقص قوي ان جنرال. لما بتحط في مكان فيه رقص وكده بحب الرقص، يعني بحب المزيكا، ولما تكوني لوحدك تعملي بحب ايه؟ اسمع ده انا هو ده الاحسن وقت، يعني انا من الناس اللي ممكن تحط مزيكا في البيت وممكن اقعد ارقص لوحدي. البلاي ليست عندك ايه الاغنية اللي اون توب اوف بلاي اي ليست حاجه عمرو دلوقتي؟ دياب. انا اوكي. عمرو دياب بتاعي، يعني انا عمرو دياب ده بالنسبه لي طفوله وشباب ودلوقتي وفرحه وكل حاجه. بحبه بجد. ربنا يدينا العمر ويديك العمر تتفرجي على الحلقة دي بعدين، ايوه. بعد سنين طويلة، امم تفتكري الكلام اللي انت كنت بتقوليه النهاردة، امم فخورة بنفسك في الكلام اللي انت بتقوليه النهاردة؟ مبسوطه من نفسي، مبسوطه اني عرفت اوصل للحاجه دي، مبسوطه اني جات لي الجراءه مم. اني اقف اتكلم في حاجات عمري ما كنت اتخيل ان انا عايزه اتكلم مم. فيها. مبسوطة، مش بس مبسوطة، ممتنة مم. لكل حاجة حصلت لي في حياتي، لأن بتهيألي هي دي اللي وصلتني للي أنا فيه. مم. بجد من قلبي بشكر ربنا عليها. مبسوطة وراضية، وعندي أمل، وعندي خوف، عشان بس الناس ما تفتكرش ان انا بوب، يعني لا، انا عندي خوف. وبقول يعني برضو استرها معايا يا رب، فاهم قصدي؟ دايما اقول له كده يعني. لكن يعني الحمد لله واصله in a good، يعني عارف ما يقول لك بالانجليزي she's in a good place. اه الحمد لله I'm in a good place. ونفسي الناس توصل بقى to their good places earlier كمان. اخر سؤال، عايزك انت مم. تسيبي للناس زي ما بنقول تيك هوم مسج، رسالة كده مم. من عايدة مم. اللي سمعوها وشافوها دلوقتي مم. بتتكلم، ياخدوا الرسالة دي. هل بقى موتو انت عايشة بيه في حياتك عايزة يعيشوا بيه؟ هل حاجة يجربوها يعملوها يمكن يبقوا هم النسخة الأحسن من نفسهم؟ لأن كلنا ماشيين بالبيتا فيرجن، بالنسخة التجريبية، أنا بشوفها كده. صح هنفضل نسخة تجريبية، صح بس النسخة دي بتتطور. صح. انت تحبي تتركي ايه للناس؟ وعايزة بقى تتكلمي مع الكاميرا، اتفضلي لعبتك. كذا حاجة. مم. هما كذا حاجة. أول واحدة، وده اللي خلى انت مين يجي، مم. وقلتها مرة في فيديو، أنا مش عارفة أقولها بالعربي، ساعدني فيها مم. معلش. when you start walking I think هي كوت معروفة مم. يعني. when you start walking the way will appear. صح. أول ما نبدأ الطريق بيبان لوحده بعد بالظبط. كده. مم. ما فيش حاجة اسمها أنا هبدأ عشان أنا عارفة بالظبط هعملها إزاي. أنت مش هتعرفي تعمليها إزاي، أنت ابدأي. صح. أنا بدأت سوشيال ميديا ما كانش فيه انت مين، جات لي انت مين من سوشيال ميديا. مم. دي أول حاجة. فدي أول حاجة. قوتك كست في اختلافك. دوري على اختلافك واقلبيه قوتك، مش العكس. ما تزعليش من اختلافك، يعني مم. اي حاجه فيكي انت شايفاها مختلفه عن العادي، هي دي بقى نقطه قوتك. مم.
فدي اول تاني حاجه. وتالت حاجه، احنا مش في سباق. مم. مفيش، احنا ما بنجري، احنا مش بنوصل، احنا مش لازم نوصل في حته معينه في وقت معين في الساعه المعينه. هو مفيش احنا هنموت. صح. That's the end of the race. اللي في النص بقى ده كله، السرعة، الطريق، الاتجاه، الاب اند داون، ده بتاعك، مش سباق. مفيش حد لازم يوصل في. صحيح. هما دول الثلاث حاجات اللي انا عايشة بيهم. عايدة أنا متشكر جدا إنك معانا ميرسي النهاردة يا محمد. حقيقي، وأنا عندي أسئلة كتيرة بس أنا يعني الوقت حقيقي مش ملاحق عليه. فرصة سعيدة انا جدا، اسعد. مبسوط إنك موجودة ميرسي. معانا، وأتمنى إنك حقيقي في طاقة طالعة من هنا، الناس ممكن ما تبقاش حاساها بس أنا حاسس بطاقة، ما هوش الخوف اللي أنت بتحكي عليه، ولكن أنا شايف إن في طاقة أنت تعرفي تديها للناس كويس، ويمكن لو الناس قعدت قدامك غير لما الناس بتشوفك قدام الشاشة. انا أنا متشكر جدا ميرسي يا ليكم. محمد. أنا متشكر جدا ليكم، ونشوفكم في حلقة جديدة. شكرا.